يا مولاي يا الواقف في باب السلام على مصطفى سلام سلام قلبي تولع قلبي سيدي رسول الله يا ربنا ايوه يا الحشاش ايوه وضع حاله الى قام محمد سمع سكانه يا ربنا كاين الله قلبي تولع محمد عليه السلام صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام قلبي تولع تحبيب يا رسول الله 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 قلبي تولع تحبيب الله عليك الله عليكم كيفية خدمة باش الاستقبال يكون جيد. إذا إن شاء الله نبداو على بركة الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما عرفنا كانوا الأولى اللي كنقول عندنا هي قانون واحد القانون داخلي ديال اللقاءات حافظينه كلشي حافظ. عندنا واحد القانون هو فاش كنبغيو نبداو اللقاءات كنطلعوا للطياره في التليفونات. هذا القانون الأول. في حالة ما إذا خرق القانون خليو اش غادي دبي كتمشي كلها غير البينالتي جيبي احنا خلصنا صحابي. المهم الأولى هي الهواتف. الله يكرمكم الهواتف تكون سيلونسيوز ياك عافاك باش نستافدو كاملين. ما يمكنش حنا غادي مسترسلين والامور غدا والاستيعاب طالع فاذا بنا كيجيو الهواتف كيبيرتوربي لينا
خذ انسان. هذه الاولى. الثانيه الاحاديث الجانبيه الله يكرمكم ما محتاجينهاش، بل اي سؤال يتطرح كنطرحوها على الناس اللي معنا هما هنا باش يجاوبوا باذن الله. يعني ما محتاجاش تسولي صاحبتك ولا تسولي صاحبك. هذا النقطه الثانيه. النقطه بحالة خرق القانون كيخرجوا كيجيبوا الليمونزي وكيشربوا للناس كاملين. زوين؟ كلوا شبع. عقب وشبع. يلا سينو مستعدين. شكون اللي مستعد؟ شكون اللي ما مستعدش؟ المهم اللي ما مستعدش يجيب الليمونزي في التليفون، واللي مستعد يجيب الليمونزي يحل تليفونه. مزيانه؟ زوينه؟ يلا نبداو على بركة الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة ثانية نرحب واحد الترحاب خاص وشديد ورائع إن شاء الله بالناس اللي جاونا أول مرة كتدخل عندنا الإدارة الموقرة في الشخصين الكريمين سي عبد الرزاق العجيب ياك وسي أيوب أملي. والسي أيوب أملي نعم الفريد ما شاء الله عليهم اللي تبارك الله قايمين بهذه المبادرة، وحنا خصصونا بهذا اليوم الرائع ليكن في العلم. احنا ثاني وحدين كيجيو عندنا، يعني رحنا بمبادرة اللي رائعة من هذه الشركة الرائعة اللي اليوم غنتعرفوا عليها عن قرب، ولو ان الوقت ماشي كبير بزاف، ولكن غنتعرفوا على اشياء كثيرة واشياء اللي جميله بزاف اللي غتبين لنا علاش حنا في دي اكس ان، وعلاش حنا مستمرين في دي اكس ان، وعلاش عجبانا دي اكس ان، ولكن اشنو الاشياء اللي ربما فايتانا وفايتاكم في العمل في هذه الشركه. فمرحبا واهلا وسهلا بكم سي عبد الرزاق، سي ايوب، ومرحبا واهلا وسهلا بقادتي الكرام، فريقي الغالي اللي كنفتخر بهم، القادة اللي كلهم نجوم ماسيين، على رأسهم لاله الغالية على قلبي لاله حليمة العلامي. فمرحبا واهلا وسهلا بك. سي الدين العروسي اهلا ومرحبا بك. ثم السي سعيد قرموش. هذو كلهم مرحبا واهلا وسهلا بكم جميعا. ما شاء الله كلهم ماسيين اللي يعني هذا كان طلب من الشركه، يعني ماشي انا اللي اختاريت، وانما هذه معايير اللي حطاتها الشركه في هذه اللقاءات، واللي من بعد غنعرفوا علاش ان شاء الله. فلنبدا ان شاء الله اللقاء ديالنا. مرحبا واهلا وسهلا بكم سي عبد الرزاق، سي ايوب مره اخرى. حللتم اهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطب. ان شاء الله تكون مبادره طيبه، وتكون ان شاء الله يعني النتائج المتوخات منها ان شاء الله تكون كثيره وفوق ما كتوقعوا باذن الله. فمرحبا لكم الكلمه سي عبد الرزاق. تيست خدام مزيان. المهم ما علينا ماشي مشكل. اول حاجه صراحه انا جيت سعيد بانني نكون معكم، بما انني كنمثل الاداره ديال دي اكس ان المغرب، كذلك سي ايوب مشكور حتى هو انه يكون معنا. ما بغاش صراحه يكون، ولكن قلنا لي اجي تبان في الصوره. علاش؟ حيتاش اداره دي اكس ان المغرب بزاف الناس كيسحابوا راه فيها غير شي شويه الناس، ولكن راه اداره دي اكس ان المغرب راه فيها اكثر من 20 واحد. طاقم الاداره كبير ما شاء الله، هو ماشي كبير بزاف ولكن ماشي صغير. كذلك عندنا ايوب هو واحد الايقونه من الايقونات ديال اداره دي اكس ان المغرب، وقلنا لما لا في هذه البادره اللي دارتها اداره دي اكس ان المغرب تعاود نكون غير انا بوحدي، يكون معايا واحد السيد اللي حتى هو عنده ما يقول. غادي تشوفوا هذا الشيء هو ما بين الاشياء اللي خدام على بزاف د الاشياء. ما بين هاد الاشياء هو كان اللي تعرفوا البودكاست ياك ان شاء الله اداره دي اكس ان المغرب راه خدامين على بودكاست اللي غيتلونسا ان شاء الله لاول مره السنه المقبله. وشكون اللي مصايبو؟ سي ايوب. كذلك عندنا الصفحه الرسميه مثلا
وسائل التواصل الاجتماعي شكون اللي مكلف بهم السي ايوب، وكذلك العديد من الاشياء. ولكن الناس فاش كتقول لي شكون هو السي ايوب كيسحبوه مصور. هو الى جانب التصوير كاين، يعني هادشي علاش انا قلت حيت هو الا ينوض يعرف براسو ولا تعطى الكلمه، هو هذا الانسان اللي ما غيهضرش بزاف. انا غير حاولت نقرب لكم شكون هو الاخ ايوب اللي معايا اليوم في هذه البادره هذه. فوالا هذا هو الاخ ايوب. الناس اللي تحكوا معاه راه اكيد انهم لمسوا داك الشيء ديالو، وكذلك حتى انا راه هذاك الشيء اللي كنعرف فيه شويه راه غنحاول انني نشاركوا معكم اليوم ان شاء الله. اول حاجه نبغي نحيي الحضور الكريم. شكرا لكم الحضور ديالكم. ماشي سهله باش تحضر في هذا البرد هذا ياك ماشي سهله. شكرا لاي واحد فيكم خصص من وقته باش يكون معنا اليوم. انا الحاجه اللي نوعدكم بها هو انه كيف ما دخلتوا ماشي كيف غادي تخرجوا. ما نقولش لكم انه غيتزادكم من كم المعلومات، شي غير الى طاقه باش دخلتي ماشي هي الطاقه باش خرجتي طاقه ايجابيه خرجتي فراه هذه حد ذاتها خير كبير. وهذا الشيء ان شاء الله غادي نكون انا وكذلك هذا ما كنشوفهمش غير خيالات، كنشوفهم اهرامات اللي غنبغيكم تفقوا عليهم بحراره. قدموا كلمه شكر وتقدير كبيره بزاف لا سميه فايز، انسانه اللي معطاء، انسانه اللي دائما تقول، انسانه اللي قدمات ومازال كتقدم. وانتم راكم ادرى بهذا الشيء بما انكم اللي كتجيو للمركز ديال الرحمه. حيت صراحه انا كنلاحظ وكنشوف الحاجه اللي بانت ليا زوينه في هذا المركز هذا هو انه لمس شي حاجه سميتها العائله. حنا كنقولوا عالم واحد، سوق واحد، عائله واحده. صراحه انا اليوم بمركز الرحمه لمست هذه الحاجه، حيتاش ساهل تقولها ولكن باش تلمسها صعيب. حنا اليوم انا صراحه قدرنا اننا نلمسوا شنو كتعني العائله الواحده. حيتاش مثلا هاد الناس اللي في جنب لا سميه ولا الناس اللي حاضرين واش هما من العائله ديال لا سميه؟ لا، ولكن التعامل وكيفاش كيتعاملوا بيناتهم، كيفاش كيهضروا، كيفاش كتحس بهم عائله واحده. يعني صراحه تحيه لكم كبيره انكم قدرتوا تجسدوا على ارض الواقع ما يوسف عائله واحده. وكذلك نبغي نشكر القيادات المشاركه في هذا اللقاء ديالنا اليوم. لحليمه الامي شكرا لك. تحيه كذلك سي العروسي تحيه لك، وكذلك سعيد خرموش شكرا لك. ان شاء الله اليوم انه الشيء اللي كنعرفوا ولا ذاك الرصيد المعرفي اللي عندنا نحاولوا نشاركوا معكم شويه. هذا الشيء اللي كاين. وشكرا لك. انا هو بزاف شنو نقول لك اللي بغيت نقول لكم الكلمه ديالي بغينا نهضروها بحال هكا. يقول لي مزيان المركز الجاي ان شاء الله ما غيكونوش هاد الاعداد ان شاء الله. بالنسبه للاستاذ عبد الرزاق كنظن راه غنيه عن التعريف، بان لكم بزاف. انا على حسب من نهار فاش جيت لدي ان كان كيبان لي هو الصوره الثانيه ديال الاستاذ احمد السعدي. غادي الخطه ديالو تبارك الله وطلع البيت راه هو الكل في الكل. وسي عز الدين ما جاش وطلقنا غير هكاك، ما جاش وطلقنا حتى هذا ما يسمى بالاستنساخ. الاستنساخ من بين الاسس ديال ديسان اللي هو الاستنساخ. راه حتى خلى لينا واحد السميت اللي تبارك الله وسطان به عليه. راه شنو نقدر نقول لكم شامل تقريبا عنده كل شيء.
فهمتي عنده تبارك الله عليه راه عمالي مزيان. قلنا غنجوجو التالية لا خليني نضحك. شكرا لك اخ ايوب. اول واحد غيعطي ديفينيسيون ياك خلاص. لا عارفينها حشمنا ولا الا حشمنا. شوف حنا في اداره دي اكس ال المغرب ماشي غير انا، هو انما الاغلب ما كنبغيوش نعرف لك براسي، نخلي العمل ديالي يهضر عليا. بحال دابا انا غنقول لك كندير لك العروض، نخلي العروض اللي كندير لك يبانوا لك. واش فهمتي يعني؟ بلا ما نحتاجش نعرف براسي، وهذا هو البرانسيب اللي كيتخدم به اداره دي اكس ال المغرب وكذلك اداره العالم كامل. فاهم؟ انا مثلا نقول لك هذيك انا افعال انا حنا كنتجنبوا ديك انا، بالعكس نخلوا داك الشيء تتلمسوا. يعني واش كنخدم مزيان، واش كنخدمكم مزيان، واش ما كنخدموش، كنخليكم داك يكون في الشيء. العنس عبد الزقر هو اللي كيدير لنا العروض كامله. العروض من رمضان ديال 2024، شي من رمضان 2024 من ابتداء من ديك لا بيريود ديال رمضان وانت كدير العروض لي زيفيرمون. رقابه الاخوات غير الخدمه ديالنا كنديروها وكنحاولوا اننا نديروها على احسن واش. هادشي اللي كاين بلا ما نطولوا بزاف، خصنا نبداو. علاش؟ اللقاء ديالنا فيه ما يدار وفيه ما يتقال. داكشي علاش الكلمه غادي تكون لك سي سعيد ولا مرحبا. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا. نسولكم سؤال، شكون اللي تفرج في الماتش امبارح؟ وهذا سؤال هذا الماتش هذا عشتوه من الاعماق. شنو اكتشفنا في هذا الماتش؟ الشغف، القوة، الاستماتة، عدم استعجال النتائج، روح القائد، حب المهنة، تقديم الفرحة للمحبين والمشجعين، وزيد 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 اللي شفنا في هذا الماتش. كذلك هذه الصناعة اللي احنا فيها صناعة البيع المباشر، فيها هذا الشيء كامل وفيها أكثر من هذا الشيء. ثلاثة الحوايج مهمة كتقدمها لنا صناعة البيع المباشر اللي من خلالها غندوزو شكون هي ديكسان وقوة ديكسان وشنو كتمثل لنا ديكسان. صناعة البيع المباشر كتقدم لنا ثلاثة الحوايج مهمة بزاف. شنو هي؟ تلاحم، استقلالية، حرية الزمان والمال، الوقت. هذه من بين الحوايج اللي كتقدم لنا صناعة البيع المباشر. شنو كتقدم لنا مازال؟ تضحية، ماشي ديكسان. صناعة البيع المباشر كتقدم لنا الوقت، كتقدم لنا الصحة، وكتقدم لنا اللي نسيتو كاملين واللي حنا على قبلو جايين عمر، الثراء. صناعة البيع المباشر كتقدم المال، الوقت والصحة. ملي كنكونوا باقيين صغار كيكون عندنا الصحة وكيكون عندنا الوقت، ولكن ما كيكونش عندنا الفلوس. وملي كنكبروا شوية وكنمشيو نخدموا كيوليو عندنا الفلوس وكتبقى عندنا الصحة، ولكن كيمشي لينا الوقت، يعني كنوليو نعطيوه لناس اخرين.
ومني كنكبروا كيولي عندنا الوقت وباقي عندنا شي بركه الفلوس، ولكن الصحه مشات. هي ثلاثيه ما يمكنش نهربوا منها، ولكن في صناعه البيع المباشر كتعطينا هادو بثلاثه في اي مرحله من هذه المراحل. هاد صناعه البيع المباشر اللي فيها DXN الجديره بالثقه، غنقولوا شكون هي DXN بالنسبه لنا. DXN بدات في مكتب صغير في قريه صغيره ما معروفاش. الان DXN تنافس العمالقه وهي عملاقه اكيد، كتطور نهار بعد نهار. خير دليل على ذلك هو قوة DXN عندنا في المغرب، ما نمشوش بعيد. عندنا فرع من بين أجمل المراكز وأجمل الفروع في العالم. أكبر مركز كاين في الدار البيضاء، حيث نحن من أكبر الفروع وأجمل الفروع في العالم. عندنا إدارة ما شاء الله عليها. DXN ما كتخدمش بالتلميع، ما كتخدمش بالتصاور، كتخدم بالمعقول. اي حاجه شفتوها في DXN حقيقه، عندها منتجات حقيقيه كلكم جربتوها، عندها نظام حقيقي، عندها قصص نجاح حقيقيه، عندها شهادات تشافي خارجه من قلوب الاعضاء، عندها قادة حقيقيين وحقوا نجاحات حقيقية. الشركة اللي كتدفع العمولات ديالها من نهار بدات، أكثر من 30 سنة مع عمرها تاع 3 شهور، ما شاء الله. هذه هي DXN. في عام 2021 شنو كان فيه؟ الجائحة. كل شيء سد على راسو، الشركه سدات على راسها، حبسات ما بقاش كتعطي داكشي اللي كتعطي للموظفين ديالها. DXN في هذه الفتره، فتره الجائحه، شرات 2 ديال الجزر، شيدات مصانع في المكسيك، مصانع بالصين كتضم اكثر من 300 حوض ديال السبيرولينا، وبذلك كتصدر الرياده، وهي اصبحت الاولى عالميا في صناعه السبيرولين. أنشأت المصانع بالشرق الأوسط، دبي، السعودية، مصانع بالهند، جزر الكاريبي، البيرو، نيبال. واش هادشي بركة ولا نزيدكم؟ أنشأت مصانع عندكم في المغرب. DXN غير مديونة لحتى شي واحد، لأنها تعمل بنظام التنين الواحد. تمتلك برنامج متكامل كيبدا من الزراعة والبحث العلمي، من الدراسة والبحث العلمي إلى الزراعة، إلى الصناعة، إلى التوزيع، إلى المتابعة، إلى التطوير، كل هذا في احترام تام لمعايير الجودة. DXN ثراءات صحي وفكري ومالي وعلاقاتي، سفر وتجوال وترحال، وزيد 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 وزيد. هذه نبذة صغيرة بزاف على DXN. DXN ليست مجرد استهلاك منتوجات، DXN نمط حياة. DXN الروح التي تجري في قلب كل عضو عرف فعلا حقيقة DXN. هذه كانت نبذة خفيفة اللي غادي نبداو بها هذا اللقاء الشيق ديالنا، ولنا في الكلمات ديال القادة ديالنا اللي حاضرين معنا اليوم، وخصوصا الإدارة الموقرة. إن شاء الله تعالى كما قال لكم سيدي عبد الرزاق، غتخرجوا من هنا وأنتم أناس آخرون إن شاء الله تعالى. كلمة دونك على بركة سيدي عباس، وإن شاء الله اللقاء ديالنا اليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة عن دردشة. يعني احنا غير في حوار، وفي هذاك الحوار يعني غيتم فيه اخذ مجموعه ديال المعلومات. الحاجه اللي غنلومها ان شاء الله ولا غنباشروا بهذا اللقاء ديالنا اليوم هو DXN. فاش كنقولوا كلمه DXN
شنو كيتخيل في دماغك؟ يعني انا مثلا الا قلت لك شي ماركه مثلا ديال شي تليفون غتخيل اوتوماتيكمون تليفون، قلت لك شي ماركه ديال الماء غادي تخيل الماء، قلت لك شي ماركه ديال شي طوموبيل غادي تخيل طوموبيل الى غير من الامور. ولكن الا كتب دي اكس ان شنو غادي تخيل، شنو غادي تصور، وشنو كتعني لك دي اكس ان؟ هذه صراحه كاين فيها مشكل كبير يعني ولاحظناه. يعني الواحد كتقول لي شنو هي دي اكس ان ما عرفش يوصف ويعرف على شنو هي دي اكس ان. داكشي علاش اول حاجه غادي نبداو بها هي انني غادي نسول القيادات الكرام الماثله امامكم الان يعني شنو كتعني لكم دي اكس ان، ونبدا بك سميه وشكرا لك. هذا في المركز ديال شكون؟ إذا إن شاء الله شنو كتعني ليا دي إكس آن؟ بكل صراحة دي إكس آن في الأول ديالها عنات ليا واحد الصورة. كانت عندي صورة بسيطة جدا. دي إكس آن كانت كتعني عندي مكملات غذائية نافعة للصحة الحمد لله، جربناها عطات الخير ديالها، كانت النتائج حقيقية وكانت النتائج الحمد لله مزيانة. ولكن مع المدة بدات كتغير عندي الصورة ديال اشنا هي دي اكس ان، وعلاش انا غنبقى في دي اكس ان، وعلاش غادي نبقى كنخدم في دي اكس ان. لان الصورة نهار من بعد نهار كتوضح اكثر والرؤية كتوضح. فالان كتعني عندي دي اكس ان اولا رسالة حياة، رسالة خير. في الاول كنت كنسمعها ولكن ما كنتش مستوعباها. علاش؟ لانني ما كنتش حاساها. ولكن الان كتبان عندي دي اكس ان هي فعلا رساله حياه، رساله خير لكل الناس. واقولها واعيدها، مادام شركه سمت نفسها الجديره بالثقه فهي فعلا جديره بالثقه. فين كاين هذه الجداره وهذا الاستحقاق؟ كاين في منتجاتها الحقيقيه، كاين في نظامها الحقيقي والسخي، واللي عرف يخدم به كيقدر يحقق الكثير والكثير والكثير ماديا صحيا اجتماعيا علاقاتيا. يعني اي حاجه اللي كنتكلم على رساله، اي حاجه كيطمح ليها اي انسان كيف ما بغى يكون، صغير شانو ولا كبير شانو، كيطمح يوصل لها غيقدر يوصل لها داخل هذه الشركه. علاش؟ لانها رساله شموليه وعندها ثراء شامل. ملي كنتكلم على الثراء شامل، هانتوما كيف ما كان هي مكتوبه رسالتنا تعزيز الصحه والثراء والسعاده. السعاده هي اللي كيبحث عليها كل واحد فينا، كل واحد باغي يعيش حياه طيبه، حياه كريمه، حياه هو ناشط مع وليداته مع اهله مع نفسه مع المحيط ديالو. تجد هذا في الشركه، والشركه خداته على عاتقها كرساله كتخدم بها. هذا ما يعني ما تعني عندي الشركه الان. فانا ما بقاتش عندي شركه هي منتجات فقط، غيرنا فعلا استهلاكنا. ولكن اي واحد بغى يوصل لهذا يشوفها كرساله لابد ليه من انه يمر من الاستهلاك ثم من المشاركه ثم من بناء فريق باش يقدر فعلا يعرف انها فعلا هي رساله. ثم الامر الثاني اللي كتعني عندي الشركه باش نوصل لهذه الرساله هي نمط حياه. هي خاصك تولي حياتك كلها عيشها في جمالية وفي رحلة دي اكس ان. هي رحلة فعلا حقيقية كنعيشوها ملي كنحلوا عينينا حتى كنعسوا وحنا في رحلة ديال مع هاد الشركة الجديرة بالثقة. فمن هنا كنقول لكل واحد كيف ما بغى يكون جرب وعرف عاد حكم، جرب وعرف عاد حكم. حيت حتى حنا جربنا وعرفنا عاد حكمنا. السلام عليكم. شكرا لك لا سمية على التعريف ديالك. صراحه كان شامل وكامل وملخص في نفس الوقت حول
شنو بتعني ليك دي اكس ان؟ انا عارف لا سمية خصك ساعات حاول زيادة نصفقوا لا سمية. والله حيتاش ما يسالكش لا سمية. كذلك تسولوا لا حليمة شنو كتعني ليك دي اكس ان؟ وشكرا لك. بديتي بالعنصر النسوي علاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اولا كنشكر الحضور الكريم وتشكر الاداره الموقره صراحه الاستاذ عبد الرزاق والاستاذ ايوب نزلتم اهلا وحلا وسهلا. فمرحبا بنا معكم في داركم. مرحبا بنا عند القاعده ديالنا المعمر غاليه على قلوبنا لاله سميه الله يحفظها لنا لا يخطا علينا. انا كتميلي دي زين الصراحه هي قوه المنتجات. يعني نعطيك واحد النبذه على شنو كتعني لي دي زين. فنتكلم على قوه المنتجات. خصائص قوه المنتجات فهي منتجات غذائيه طبيعيه ذات جودة عالية اللي كتحتوي على عناصر غذائية أساسية لتعزيز الصحة، وكذلك كتحتوي على مواد مضادة للأكسدة اللي كتحمي لنا الجسم من الجذور وكتقلل لنا من الإصابة من خطورة الإصابة بالأمراض، وكذلك يعني الوقاية ومكملات الوقاية وبناء الجسم اللي كتساعدنا تعزيز المناعه، ويعني كتحسن لنا من وظائف الجسم، وكذلك تحتوي على الالياف لتحسين وظائف الجهاز الهضمي. فهاد المنتجات دي اكس فهي مكونات يعني كتعتمد على واحد المكونات غذائيه طبيعيه صحيه ذات الطابع صحي علاجي كالجاموديرما الفطر الاساس وسبيرولينا والكورديسيبس وعرف الاسد. يعني كنجيو كنقولوا ان مكملات ماشي اغذيه، ليست ادويه بل هي وقايه اغذيه. كيف تنقولوا الوقايه خير من العلاج، فهي غذاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وتبارك الله عليكم. ونصيحه من عندي غيروا البقاله ديالكم. شكرا لك لا حليمة. صافي خفيف ظريف مزيان. كنحاولوا علاش باش تقدر ان شاء الله يعني مازال كاين مازال كاين صراحة، حيت هذا غير أول سؤال، ولكن كما كنقول أنه المحور الأول هو ماذا تعني لنا دي اكس ان. قبل ما ندخلوا كل ما هو خاصنا نتحدثوا على كل ما هو وكل ما يعني شنو تعني لنا دي اكس ان. احنا غادي نهضر على التعريف الأولي وكذلك السي اس دي. كتبان لي حشمان السي اس دي شويه. شوف السي اس دي بكل بساطه شنو كتعني لك دي اكس ان. وشكرا لك. احلى دي اكس ان. تعني الشيء الكثير سي عبد الرزاق والحضور الكريم والقائد الدولي. والدليل هو ان عز الدين هو والزوجه ديالو يوميا في المركز وفي الدار دي اكس ان نقول لك حتى الوحده جوج ديال الليل وفي الصباح مع 7 الصباح دي اكس ان يوميا. فدي اكس ان مشروع السعاده. دي اكس ان تعني لي الشيء الكثير من قبل يبانك لاله سميه ان من قبل تكون عندك واحد النظره. انا كباقي او كواحد العدد كبير ديال الناس في البدايه كانت تتبع ليا دي اكس ان شركه عاليه تتبع المنتوجات وصافي والناس تقلب على الفلوس، لكن فاش دخلت دي اكس ان وعرفت اشنا هي الشركه وشنا هو الرساله اللي جات فلقيتها فعلا مشروع السعاده. دي اكس ان تتعني لي مشروع السعاده، تتعني غيرت لي حياتي بواحد الشكل 180 درجه. ما تنتكلمش على الفلوس، انا باقي ما وصلتش شي مبالغ، ولكن تنتكلم على شي حاجه اللي كثر من الفلوس. الصحه، تنتكلم على الوقت ولينا تنستثمروا الوقت. فتقول لي تخلى على دي اكس ان، تقول لي تخلى على الاكسجين اللي تتشم.
فنحاول ما نطولش باش نخلي الكلمه، والا باقي ما يتقال، باقي الاداره. لاله خديجه قالت لنا، ما قالت للسي عبد الرزاق، شكون هو السي عبد الرزاق ما تكلمتوش عليه. انا السي عبد الرزاق اكتشفته في المخيم التدريبي، عرفت شكون هو الاستاذ عبد الرزاق السي عبد الرزاق. حنا تنمشيو نعسو الوحده ديال الليل وهو باقي فايق، تنفيقو في الصباح تلقاو مع 7 الصباح هو الاول. مع الايام ما بقاش يقدر يلبس الصباط ديالو. ولا السي عبد الرزاق واحد الانسان اللي مهما قلنا في حقه ما غاديش نوفيوه. الاداره عموما والاداره ديال اكس ان مؤخرا، طولت واقيلا شويه السي عبد الرزاق، مؤخرا كان عندنا مشكل بسيط مع ديال واحد العضوه، اضطرينا ان نمشيو للاداره. استقبلتنا الاستاذه اصلاح احسن استقبال، عطاتنا اكثر من وقتنا. فما كاينش 10 دقائق تحل المشكل، وبقات شادانا وما صفاتش بينا، وتنشكروها، تنشكروا كل الاطر ديال دي اكس ان المغرب. وهذه فرحه كبيره انني ذاك النهار انا خديت واحد رقم عضويه بسيط بحال انسان بسيط بحالي بحال جميع الناس. فاليوم تلقى راسي انني بجانب الاداره، فهذا نجاح كبير كبير ليا، تنشكركم. هذا في حد ذاته تشريف وتكليف، فان شاء الله مستقبلا غادي تكون اشياء اللي نتمنى ونطلب الله سبحانه وتعالى تحقق باش تشوفوا عز الدين اخر باذن الله تعالى. برافو عليك. انا صحابو كيحشر. ما شاء الله عليك سي اس دي، والله تحيه لك. حيتاش سي اس دي كيف ما تشوفوه كشخص هو انسان اللي حشومه، يعني باش يتحدث بهذه الطلاقه وبهذه العفويه راه ماشي سهله. بغيتو تجربوها، شوفوا شي واحد حشوم يقول لي اجي، والله ما سهله ما يجيش. دونك تحيه كبيره وكبيره لك. هذا اللي كنت الا كنا غنعرفوا انه سي اس دي خدم وخدم على راسو بزاف، والخدمه كتبان الحمد لله. ونتمنوا لكم كاملين مزيدا من التالق والنجاح والعطاء مع ديكسان. كذلك نسولوا السي سعيد ماذا تعني لك ديكسان، وشكرا لك. بالنسبه لي ديكسان ما كانت كتعني لي حتى شي حاجه، لدرجه انني شهرين وانا هارب على لاله حليمه عيات معاها بجميع الوسائل والاساليب، ودازت عن طريق الزوجه والوالد. من بعد درنا لها خاطرها، وبالنسبه لي ديكسان مجرد شويه ديال الصحه، لان قالت لي راه فيها منتوجات قويه وشي بركه الفلوس. ديكسان محدك انت فيها، ومحدك كتغرق، ومحدك انت لا تخدم وانت كتكتشف العجائب والغرائب. ديكسان بحر ما كيتساليش، ما تقدرش تحسب لي عدد النقطات اللي فيه ولا عدد القطرات اللي فيه. ديكسان ثراءات كثيره. ديكسان بالنسبه لي هي تصالح مع الذات. ديكسان الحمد لله اعطتنا في العائله الصغيره مع الزوجه مع البنيات واحد الاستقرار، واحد الطمأنينة، واحد الرخاء. اعطتنا مع اصدقاء ديالي وشركاء ديالنا احباب كاملين في ديكسان، سواء في الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء. اعطتنا واحد العلاقات جد طيبه اللي ما عمرنا كنا كننتظروا بان غادا تكون عندنا. لما بدينا الحمد لله كنرتقي وعاشرنا عن قرب الاداره، بدينا حوايج اخرين.
بين قوسين سي عبد الرزاق كنت كنعرف سطحيا شنو سي عبد الرزاق، كنعرفوا بانه وليد اليوم لا سيدي عز الدين، ولكن غنعرف قيمته بالضبط في الذكرى السادسة لديكسان مسرح محمد الخامس في الرباط. تما عرفت شكون هو هذا الرجل هذا. ما كانش عندي شي حبل اللي غنشد فيه من غير هذا السيد هذا، رغم التزاماته رغم ضغوطاته رغم داكشي كتير، وكيحاول انه مرة يعتق. علاش؟ لانه باغي ينجح، عطاتو مسؤوليه كقائد كعنصر كلبنه، ما خاصش السيد يجي من جهته كما حنا كاملين. فحرص على ان هذيك المسؤوليه اللي تعطاتو كما كتعطانا كاملين المسؤوليات، خصنا نحرصوا على اساس اننا نديروها على احسن واتم وجه باش السيد ما يجيش من جهتنا. لدرجه انه واحد الوقيته كنتفاجئ به معايا في لاصين، قال لي غندخل نعاونك بزاف عليك باش تبقى غادي بوحدك، ودخل رغم الكواليس يعاني ما يعاني. صراحة قبل ما ندخل الدومين ديال ليفينمونسيال ونولي نتعرف على كيفاش كيداروا الاحداث، كنت كنشوف غير المهم تكون جالس كيبان لك داكشي كيدوز بوحدو، الموسيقى كتخدم، الشاشه كدوز، اقسم بالله زعما فاش كنت في قبلكات. ولكن نهار دخلت لداكشي ماشي صعيب، فيه ستريس وفيه شحال من حاجه، وفاش كتشوف واحد الحدث غادي زوين حاجه وليت كنآمن بها انا، فراه كاين واحد جنود خفاء وراء اي حدث. شوفوا شي غير هذه الجلسه هذه كيكون بزاف الاشياء، وانا الا جيتو تسولوني شخصيا شنو هو ولا شنو هي اصعب حاجه، سولت بزاف الناس كيقولوا لي ستريس ديال لي زيفينمون، الاحداث ما كاينش ما صعب منه. ونخلي لك الكلمه سي سعيد تنكمل وغنقول حتى انا في حقك في نيت في هذاك الحدث اللي دوزنا بجوج. سي سعيد ما نطولش عليكم. ديكسان هي سلوك، ديكسان هي نمط، ديكسان هي تغيير، ديكسان هي اكسجين كما قال سيدي عز الدين. ديكسان نعطيكم سؤال واحد فقط ونختم. واش الى حيتي من ديكسان واش قادر تبقى غادي بنفس النمط ولا غتحس براسك كتراجع؟ هذا سؤال نخليه لكل واحد فيكم. في ديكسان نخلي لكم سؤال هو واش كتحسوا براسكم بانكم مازال ما عطيتوش لله بادين وباغيين بزاف د الحوايج؟ نسأل الله تعالى التوفيق لكم كاملين بإذن الله. شكرا سي سعيد. وكذلك ما ننساوش اننا نقدموا لك كلمه شكر اخرى. بالمناسبه سي سعيد مقدم ما شاء الله عليه والله العظيم، يعني الدور اللي كان عنده هو التقديم، والتقديم ماشي ساهل. وتخيلوا معايا مثلا، تخيل معايا دابا نورمالمون هو اللي يكون مقدم ياك، شكون اللي خصو هو؟ انا خصني نعطيه المعلومات ياك، هو كيدير البادره ما عنده كيجي كيقول لي استاذ عبد الرزاق قول لي شنو كذا كذا، استاذ عبد الرزاق واش غيكونوا شي شخصيات، استاذ عبد الرزاق قول لي شنو هذه، شنو الفقرات، شنو هذه. انا شنو بغيت نقول زعما في هذا، من غير انه مقدم رائع ما شاء الله عليه، انا تعرفت عليه كثار وكثار تما في ذاك الحدث، هو انه عنده واحد الشخصيه اللي مسؤوله، ان بيرسون كي ريسبونسابل. شخص مسؤول، وخا انا مازال صغير ولكن الناس المسؤولين في الحياه اللي تلاقيت معاهم قلالوا بزاف، كلشي نبارا. سي سعيد هو من الناس المسؤولين، وهاد الصفه ولا هاد الخصله اللي فيه كتعجبني بزاف. داكشي علاش انا نبغي نحييك ونبغي نقول لك مره اخرى امام هاد الناس اللي كاينين معنا، والله العظيم الا كنتي قد المسؤوليه ودرتي احسن ما عندك، وشكرا لك لانك كنت حتى انت لبنه اساسيه في انجاح هذاك الحدث. شكرا لك سي سعيد.
السي ايوب راه حشمان ماشي السي اس دي، بان لي انت السي ايوب ولا حشمان. دابا السي ايوب ولا سولتو شنو كتعني لي دي اكس ان، ما هو عارف مزيان دي اكس ان. باش حنا كنشوفوا عن قرب المشاريع اللي جايه، الاستثمارات اللي ما كتحبش، وشحال من حاجه على دي اكس ان. يعني دي اكس ان جينا نهضروا لها حنا كاداره، غنقول لكم اش غنقول لكم، ما غيقدنيش والله ما غنساليوش. علاش؟ من غير اننا كاداره دي اكس ان المغرب، شركه دي اكس ان شركه دي اكس ان بصفه عامه ليس لها مثيل. علاش؟ غنقول لكم حاجه واحده، تفكر في اعضائها. تخيلوا معايا الداطو كلي مسيوجين، عقلو ما كيحبش كيفاش يقدر يخلي حياه الاعضاء ديالو احسن. حيتاش هو كان واحد المره في واحد الحوار ديالو في واحد الحديث، قالوا بزاف ديال الناس كيسولوا على شنو كتسوق دي اكس ان ولا شنو الحاجه الخاصه بدي اكس ان. قال لي ما نقولش لكم المنتجات، ما نقولش لكم الخطه التسويقيه، وما نقولش. قال لي شركه دي اكس ان تسوق نمط حياه استثنائي ما غيعيشوش حتى شي واحد الا كنتي في دي اكس ان. يعني شركه دي اكس ان دابا حتى التوجه اللي غاديه فيه شركه دي اكس ان المهم تفكر لك حتى فلوسك. هي دابا عطيك كيفاش دير الفلوس، هي الان خدامه معاك في بزاف ديال الافكار الجديده اللي غادي تشوفها قريبا كيفاش تخدم التدبير ديال فلوسك. دابا انت درتي فلوس ولكن ما عرفتي ما دير بها، ما عندك ما دير بها. الشركه ديالك تخيل معاك تفكر فيك حتى هادشي، فلوسك ما عرفتي ما دير بها. شركه دي اكس ان الان غادي تقول لك اجي ما عرفتي ما دير فلوسك، انا غنوريك شنو غادي دير بها، وزيد. شركه دي اكس ان تخيلوا معايا، لا توجد شركه بيع مباشر في العالم عندها سرعه التوسع والتطور ديال شركه دي اكس ان. استثمارات في عده المجالات ما كتحبش، خدمه ليل ونهار. وحنا عندنا واحد الكلمه كنقولها ديما في شركه دي اكس ان، حنا كستاف حنا كطاقم اداره. علاش تلقى مثلا درنا ايفينمون البارح نسيناه غدا جايين معاك؟ علاش؟ حنا كل شيء طاقم في العالم كامل عندنا هذه، كنقولوا ما درنا والو، مازال ما درنا والو. علاش؟ حيتاش كنقولوا الا شفنا في داك الشيء اللي اللور درنا واو قدر يشدنا الغرور، قدر حنا هذاك الشيء علاش تقول لا خصني غدا ندير محسن. شوف بدون استثناء تلقاو انه جميع الطاقم في العالم كامل عندهم هذا المنظور هذا. كيجي كل نهار البيرو شي هو البارح دار مثلا شي حدث واعر، غيجيبو بحال ما دار والو، بالعكس غدا خصو يدير لك حدث احسن منه، وبعد غدا خصو يدير لك حدث احسن منه، وغادي هكا. هادشي اللي كاين. سي ايوب شي كلمه على الشركه كانك موظف وانت عارف يعني كيف ما كنقولوا شنو كاين بالضبط. وشكرا لك سي ايوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة شنو هي الدي اكس ان، راه تبارك الله ما خلاوش تقريبا فين نقدر نزيد. بالنسبة لي أنا اللي نقدر نقول أنني غادي بها باش غادي نبدا تقريبا ديال شنو هي الدي اكس ان. وكما كان السؤال اللي طرح الأول، أغلبية ديال الناس ملي كتسول كتقول لي شنو هي الدي اكس ان ما كتفرزش ليه شنو هي الفكره. كاين اللي كيمشي مع مكملات غذائيه، وكاين اللي كيمشي معها كبروجي كمشروع، كل واحد وشنو كاين. ولكن كما قالوا هو نمط ديال الحياه. الاسلوب دي اكس ان هي واحد الاسلوب ديال الحياه اللي باش تكون متكامله جدا. داكشي علاش باش كتحرص على التكامل ديالها، انه من غير وزينات كيصدروا برودويات وباقي يخدم. هي كشركه كتحاول تدير لك واحد لي برانش اللي هما فروع اللي كتقرب لعندكم باش تكون واحد الحركه فيها سلاسه وتكون معززه. داكشي علاش كنحاولوا كنلقاو انه دي اكس ان فيها الفرع الرئيسي زائد مراكز الخدمه باش نكونوا اقرب واقرب، باش نكونوا اكثر درايه على اشنو كندير انا، على اش داخل انا. ما داخلش غير على مشروع عائلي، داخلين على مشروع ديال البيع المباشر. وكنظن واقيلا عارفين البيع المباشر
عارفين عندكم شي فكره على البيع المباشر؟ نعم. بغيتكم تكونوا معايا باش عارفين شي شويه على البيع المباشر والبيع متعدد المستويات. ما عارفينش عندك فوالا دابا اللي هي ابتداء من عندي غادي نبداو تقريبا. الا سمحتي لي يا سي ايوب، شكون اللي عمره ما سمع هذا الكلام، هذه الكلمه، هذا المصطلح ديال البيع المباشر انسيتو؟ ياك واش اللي ما هزوش لي يديهم، واش عندكم استيعاب ديال شنو هو البيع المباشر؟ اشنا بغينا انت نعرفوا من عندك اشنا هو البيع المباشر بصراحه. حنا راه داكشي علاش جينا، حنا راه داكشي علاش جينا وداكشي علاش كنديروا ديما محاضرات في الفرع الرئيسي وفي مراكز الخدمه. علاش دايرين هاد الصاله هادي؟ باش توصل الفكره. انا دابا اللي بغيت نعرف هو واش عارفين شنو هو، واش مستوعبين الفكره، ما مستوعبينهاش شويه. كاين واحد العدد اللي كاين ناس اللي ممكن تجاوب لنا على اشنا هو البيع المباشر. البيع المباشر هو واحد البيع اللي مفتاح للناس اللي عندهم طموح وعندهم افكار وما عندهم ما قدروش يحلوا محل، ما عندهمش راس مال وما عندهمش ما باغيين يتفاداو الخساره لان ما غيحطوش راس المال، وبدون كاين اللي ما قراش وما عندوش شهادات باش يخدم، يكون طموح وعمل ذكي، الانسان يخدم الذكاء ديالو اكثر من الجهد. شكرا. تفضل. البيع المباشر هو ان هذا البيع الشركه حيدات الوساطه ما بين المستهلك والشركه، من حيدات الربح ديال الاشهار، حيدات السمساره. اكيد داكشي اللي بغيت نقول كيف ما قال الأخ. شكرا لكم الاداره ديالنا. الشركه هذا البيع المباشر يعني بانه شركه قائمه بذاتها وكتقوم بالزراعه لكل شيء، يعني من احسن البيت كتقوم بكل شيء وما كتقومش بالاشهار ولا وساطه. بطبيعه الحال يعني المنتوج ديالها كتحافظ عليه، كتعطيه مباشره للمستهلك. شكرا. شكون عاوتاني يقدر يعطينا شي فكره على شنو هو البيع المباشر؟ كتحاول تكون شامله في العمليه ديال من كما نقدروا نقولوا، خصوصا اننا الشركه معززه في المواد الطبيعيه البيو، كتحاول بما امكن تحيد قوه السمساره وقوه، ولكن البيع المباشر ملي كنقولوا على البيع المباشر هو اننا كنتبعوا واحد الاسلوب ديال انني كنخلي هذاك الكليان هو اللي غادي يبيع. ما كنخدمش في كروسيست، انا ما سوقيش في كروسيست ولا نخليه يبقى يطلع الثمن على هذوك ولا يطلع الثمن على هذوك ولا لا. من الشركه غادي كتولي كتلقى راسك انت خدام نيشان مع الشركه كتقول اش كتقول لك من عند ماليزي. شنو كتقول لك؟ كتقول لك جيت دخلتي عندي يلا بالي تكلف بدا تبيع ليا، انت ما عليها الا كتجي كتقول لها عطيني جوج مورين زينه. فهمتي؟ يعني المنتوج من المصنع والماركت مباشره. يعني ما غاديش يبقى ما كيدخلش فيه قوه بيع لهذا اللي كتشي الوساطه كتحيد. بالنسبه للاشهار ملي خدمات بهذا الاسلوب ديال البيع المباشر، يعني غادي نحيد ان شي حاجه واحد التكلفه ديال الاشعارات، وهذيك التكلفه هي اللي كنت كنشرح لهم. مع كاين بزاف اللي كيكون عندهم لبس ديال شنو هي دي اكس ان، وملي كتدخل لها كتولي تشري المنتوج، ملي كتدخل الناس كتولي تجيك فلوس وكتولي فلوس كثيره. حكاك فيها لبس، ما فيها لا لبس لا والو.
هو الحاجه الوحيده اللي فيها هو انه قد ما بعتي ليا العدد ديال المنتجات قد ما غادي تخلص فيهم ياك. وهذاك الخلاص اللي غتخلص فيهم شنو هو؟ ما هو الا فلوس الاشهارات اللي كنت غادي نخسر انا في التلفازه، في لي بانو، في الزنقه، هذيك الحملات الاعلانيه. يعني اش كيولي عندي انا كشركه؟ كيولي عندي في بلاصه ما غادي نخلص واحد الحمله اعلانيه وغادي نمشي نحطها كلها في الفيديوهات وفي لامبرسيون ديال لي فوندرو لي رولات لي بانو سميتو، انا غادي نخلص من غير فوالا ولي زانفلونسور الكبار كنولي نحط عليهم فلوس كثيره على ود باش اللاعب ديال الكره مثلا فوالا. كان في بلاصه انا ما نبدا نحط فلوسي في هذاك الشيء، كنقول لك انت كعضو خدم معايا وتشد انت. قد ما واكبر دليل هو انه قد ما خدمتي عليها قد ما غادي تخلص، قد ما خدمتي عليها قد ما غادي تخلص. وبالنسبه لمتعدد المستويات كما نقولوا راه كاينين جوج، كاين المباشر وكاين متعدد المستويات. متعدد المستويات هو اللي كيفرق بين الشركه اللي كيخلي لها واحد الخصوصيه، هو انه كتبقى غادي بمستويات، ما حدك كتعزز في راسك وكتطور في راسك كتبقى غادي في مستويات، وماشي بحال انظمه اخرين راه معروفين. قبل كنظن واقيلا سمعتوا عليهم فوالا الهرمي ما فيهش متعدد المستويات، اللي الفوق كيبقى الفوق واللي تحت كيبقى لتحت. اما بالنسبه لهنا الله يبارك تبارك الله عليك. بالنسبه للشركات ديال متعدد المستويات كل واحد كيخدم على مستواه. يقدر يكون هذا القائد ديالي، يعني راه هو مدخل قبل مني وعنده واحد لاباس، ولكن نقدر الا كنت انا كفاءه نولي احسن منه. اكيد ديك الساعه اش كتلعب على شحال عطيت، شحال خدمت عليها. وكذلك ملي غادي نقولوا ها هي كبروجي كتبدا خدام على مشروع ديالك، راه ديك الساعات كيتحسب المشروع ديالك استاذه سميه، كيتحسب المشروع ديالك هذا المقرونات. فوالا يعني مثال عطيتي ديال واحد اللي سبق في الميدان وهذا النموذج ما شاء الله تبارك الرحمن، كنتي سميره شرف لسانك الدليل كنشوفوه بعينينا. تحيه ليها. باقي ما ساليتش مع واحد البودكاست باقي غادي نكملوا ضروري ما نكملوا. كنظن واقيلا عطيت واحد على الاقل واحد النظره على شنو هما الانظمه، وندوروا شي شويه الكلام، وان شاء الله مازال غادي نزيدوا معلومات اخرين اللي كنظن ممكن تكونوا محتاجوهم وممكن انكم تخدموا بهم من القدام. وشكرا. تبارك الله عليك. هذا هو البيع المباشر اللي هو العكس ديال البيع التقليدي. وانا شوف انا متاكد انه اغلب الناس في هذه القاعه يعني سواء كيعرفوا ولا الان ولاو كيعرفوا شنو هو البيع المباشر. حينتاش ما جاتش دابا تخيل معايا انت كاين في دوله المغرب، عارف راك في المغرب ياك مزيان، تخيل ما يحطك في الصحراء ما عارفين الصحراء ديال البلاد ما انت ما حس براسك ماشي هو هذاك. وتخيلوا معايا نتوما في ديك الساعه ما عارفين شنو النظام اللي فيه وما عارفينش داكشي علاش خصني نعرف فين انا شنو هذا الشيء نسول. هذا هدف من الاهداف ديال هذه الدوره اللي دايره الاداره بشراكه وتنسيق مع مدراء مراكز الخدمه، يعني خاص بحال اللي قلتي الناس ولا الاعضاء اللي كاينين في هذا النظام وكاينين في هذه الشركه خصهم يعرفوا فين هما. ما بغيناش ديك العشوائيه تبقى لا صافي سجل دير 100 هذه لا 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 لا، خاص الواحد يعرف فين هو. في الصحراء راك في الصحراء، في الشمال راك في الشمال، في ديك سان راك في ديك سان، وباش حتى انت كيف ما كان المستوى ديالك كتقدر تجيب ناس من المستوى عالي الا كان عندك الرصيد المعرفي الكافي. انت ربما كيبان لك انه السقف المتطلعات ديالك هو هذا، حنا ما باغينش منك هذا، حنا بغينا منك هذا.
انت كتقول انا نقدر نجيب غير الناس اللي قد هكا. حنا كاداره ولا كشركه ما متوقعينش منك غير هادشي. كنشوفوا انه كل واحد يقدر يستقطب ناس من كما بغى يكون. علاش دابا مثلا لاحظنا هذه بزاف، كتقول شي واحد واش تقدر تستقطب شي انجينيور ولا دكتور؟ لا، خصني انا نكون دكتور ولا انجينيور. او شكون حط هذه القاعده؟ انت. هذا ما بين الاهداف ديال هذه هو انه الواحد خصنا نحيدو كيف ما كنقولوا، ولا نقول نسموها التصحيح، لا ما نقولوا شي حاجه اخرى، نقولوا فقط التصحيح. لذلك نكملوا المحاور اللي عندنا اليوم ان شاء الله في هذا اللقاء هذا. تحدثنا على ماذا تعني لنا دي اكس ان. غادي ندوزو نيشان ناس دي اكس ان واش كيربحوا ولا ما كيربحوش. الناس اللي كانوا كيربحوا كنقدروا نقولوا انه مشروع حقيقي ولا مشروع ماشي حقيقي. هذه هي النقطة الثانية. بغينا نعرفوا هذا المشروع ديال ديكسان واش هو مشروع حقيقي ولا ماشي حقيقي. واش حقيقي؟ لا، سمير كانت في المخيم التدريبي كانت معنا، هي اللي تجاوبنا على هذا السؤال بالضبط. واش شركة ديكسان هي شركة حقيقية ولا ماشي حقيقية؟ واش النجاح في شركة ديكسان كاين ولا ما كاينش؟ واش الملايين كاينين ولا ما كاينينش؟ ولا كاينين غير 500 درهم 200 درهم ولا كاينين الملايين؟ بغينا نسمعوا هادشي على سمير. وانا غتسخني دابا. ديري على سمية، ديري لينا. وانا حيدة هي غنوقف. كنا في المخيم التدريبي اللي يعني سي عبد الرزاق هو ديال دبي ياك. اللي غنقول لكم هو ماشي غير شركة حقيقية، هذه شركة قوية فوق أنها حقيقية. وملي ملي كنتكلموا على حقيقية تنتكلموا على راه داكشي اللي كتقولوا كاين، هذا هو حقيقي. يعني فاش كنقول كاينه فلوس كاينه، ملي كنقول لك درنا لاباس صحيا كاينه، ملي كنقولوا درنا لاباس ماديا كاينه. يعني ترى هذاك الشيء اللي كنقولوا كنشوفوه بعينينا كنلمسوه، ماشي غير معاودين لينا عليه ولا سمعناه ولا قالوا ليا ولا لا، هذاك الشيء حنا اللي عشناه. المخيم التدريبي كنا فيه اكثر من 1800 شخص. هادو الحضور يعني خلي عليك الناس والاداره تبارك الله لو ستاف، راه كان واحد لو ستاف اللي كبير بزاف اللي واقف على المخيم. هذه النقطه الاولى. شفنا فيه احداث وناس كيفاش حققات نجاحات، كيفاش بنات قصوره سميتها السفيره الملكيه ديال اوزبكستان، ملي كتبين لينا فين كانت واصله. كان اصلا فاش تزوجات كان راجلها عنده شركه ودار فايت، فجاه من الغنى غتهبط لانها ما تقدرش تشري تريكو لولدها في البرد، وغيقدر ولدها يمشي بلا جاكيطه للمدرسه، وغيصيفطوا لها المدرسه ويقولوا لها انت مهمله. عرفتوا شنو هي شي المدرسه تصيفط لك تقول لك انت مهمله، يعني شي حاجه اللي قاصحه علينا حنا الامهات ياك. وهي قررت انها تنجح، والقصه طويله. وانا زعما كان سي عبد الرزاق هو المترجم، وانا كنت المترجمه اللي ديال فريقي. رانا غنصيفط لكم كل شيء ان شاء الله مع فريقي، حتى انا دايره فيديو وكنترجم مباشره. فواحد القصه اللي رائعه انا بكاتني، اللي في تحقيق النتائج. ملي كنقولوا قصه واش الشركه قويه واش الشركه حقيقيه، تصوروا كتبين لنا من ما قداش تكسيهم وتوكلهم انها قداش تبني قصر فين يقدروا يوليو ساكنين. قصر وحداه كاين ان غولف. عرفتوا واش تعرفوا شنو هو الغولف؟ فين تيلعبوا الغولف، يعني كله تيران فيغ، واحد جرده كبيره في الكازون وفيها لي غولفات، يعني دوك السيارات اللي كيمشيو في الغولف. واكثر من ذلك كاينين السيارات اللي كتجيب فريقها باش يستمتع في داك الشيء. عباد الله كتجيب فريقها بسيارات كبيره باش تستمتع بداك الشيء. هنا كنعرفوا ان النجاح
يولد من رحم المعاناة، لأن هي كان عندها دافع. كل واحد فينا في دي اكس ان حقيقية. شنو اللي ماشي حقيقي؟ هو الدافع الداخلي ديالنا، هذا هو اللي خاص نسولو فيه. ما الشركة حقيقية، اما واش انتي وانت عندك دافع حقيقي؟ وتما فين طرح ليا السؤال. هذا كل واحد فينا خاصو يعرف واش هو الصح عنده دافع حقيقي علاش يخدم. لان الا ما خدمتيش وما نجحتيش عارف راسك راه ما عندكش دافع حقيقي، ما تنجحش في الشركه. باش نكونوا واقعيين وواضحين. دابا تكلم سمية على نفسها، ما نبقاش نتكلم على الاخرين، حيت ملي كنتكلم على الاخرين راهم الاخرين. دابا سمية فايز اللي غتكلم على نفسها. الشركه حقيقيه ولا غنتكلم على خلينا الصحه والحمد لله وهذا الشيء؟ لا، دابا بغينا نتكلموا على الفلوس ياك. واش الشركه حقيقيه؟ الشركه حقيقيه ب يعني دليل انني قدرت نخرج تقاعد نسبي في سلة معشرة في إدارة عمومية. يعني إدارة عمومية سلة معشرة ماشي أي واحد كيزعم يخرج تقاعد نسبي، لأن أصلا شحال غيبقى لك في المية؟ غيبقى لك في 40% مدير حتى حاجة. ولكن أنا ما بقاش الحمد لله رب العالمين، ما بقاش هذيك 40% خلعاني. علاش؟ لأن في ظرف سنة ونصف والحمد لله رب العالمين استطعت أنني نضرب هذاك الأجر في 3. هذه حقيقية ولا لا؟ ياك؟ الدليل الأول. الدليل الثاني، من وراء ما خرجت بديت كنفكر في المركز، عطاتني الشركة الحق فأنني ندير المركز، وهانتوما فيه. حقيقية ولا لا؟ كتجيو المركز ولا لا؟ مفتوح لكم فابور ولا لا؟ شركة حقيقية. من أكثر من ذلك الرحلات، من السنة الأولى لي في شركة دي اكس ان كان ديك الساعة رحلة لدبي. ما بديت كنخدم حتى لشهر 4 وحققت الرحلة الدولية المجانية. وقدرنا أن ما كانش ممكن نمشيو للرحلة لأن كان كورونا، فأجدت لنا الشركة لأنها جديرة بالثقة، عوضات لنا كل فلوس. كاينة لاله سميرة عقلتوا عليها، لاله خديجة عقلتوا عليها، عوضات لينا المبلغ اللي تربح. وبما أننا ما نقدوش نمشيو الرحلة فبقينا كنشريو على قدر الرباح ديالك. يعني بحال دابا انا جاتني شي 2 المليون، جاتني شي 20 مليون، كان شي 25,000 درهم، جاتني شي 2 المليون ونص، غدا 3 اللي كلها منتجات نشري على خاطري العام كامل وانا كنشري فابور. واش حقيقيه ولا لا؟ حقيقيه. ما كتقولش لك اريسيكون شري المنتجات ديالك بهذوك العمولات، لانك كورونا فورس ماجور كيف ما كنقولوا، ما عندناش كنديروا نصيفطوك للرحله، وبالتالي ما غناكلوش لك فليساتك اللي راكي ربحتيها. هذه في العام الاول اللي كانت رحله ماشي لدبي كانت لا قبل من ماليزيا، كانت غتكون دبي، او الاردن ولا شحال دوله، ودبي اول وحده كانت غادي تكون في 2020. من وراها جات ماليزيا، ربحت ماليزيا 2 مرات، ومشيت انا والزوج ديالي. والعام الاخر ماليزيا ربحتها 2 مرات، ومشيت انا والزوج ديالي. يعني كتمشي بمقعدين فابور، ملي كتخرج حتى كترجع بحالك وانت في التبرع، وانت في باش غنقولوا راه الاخوات، وحنا في اي بي، وحنا في التبرع. وداك الشيء كنحسوا بريوسنا اشياء اللي ما كناش غندركوها وحنا موظفين. شحال ديتو معاك من الفلوس؟ لا سيري انت غير بغيتي تشري شي حويجات تزيديها لراسك انتيا، اما هي 0 درهم، 0 انت ربحتيها. قالت لك الشركه خدمتي العام كامل وربحتيني، حيت الشركه كتربحيها وكتربحك، رابح. قال لك ربحتيني، ايوا اجيت انا غنربحك. سالينا هاكي فابور
وخاصكم تعرفوا ان الرحله مع خوتك ماشي هي الرحله عاديه اللي مولفين كنديروها، رحله اخرى، نوع اخر، نمط حياه، حاجه اخرى. ملي كنقولوا شركه حقيقيه، شركه حقيقيه. والاجمل من ذلك حققنا الكثير والكثير ورحلات واكثر من ذلك، ان حتى السفر العادي اللي ولا وسط البلاد ولا خارج البلاد ما كيجيناش المخيم. انا كنت معاهم في المخيم. انا هذا العام ما كانتش عندي الرحله، ولكن قررت نكون معاهم في المخيم. عمولاتي قدات انها تكري لي شقه مقابله مع البرج. الحمد لله رب العالمين. ونمشي انا والاسره ديالي بكل شيء من دي اكس ان. رحله مميزه، كاع لي زيكسكورسيون كل شيء الحمد لله رب العالمين. قديت بعمولات قويه انني نوصل، انني نمشي انا ووليداتي وزوجي، كل شيء مدفوع. ما كتبقاش تفكر بغيت ندير واني ما قدرتش، والله غالب ما كتبقاش عندك. كيقول لك سيدي ربي ها الرزق فرصه جاتك شد فيها. اكثر من ذلك ولاول مره وحصريا نقول لما بغيتوني نقول، اذا بغاتني نقول غنقول لكم واحد الامر اللي اول مره غتسمعوه. انا ماشي كثير كنهضر بزاف على راسي، ولكن سير 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 سير. فالشركه حقيقيه هو اننا كما كتعرفوا اننا ان شاء الله خذوا يعني في خلال واحد شهر ولا شهرين ان شاء الله باذن الله. سالوا معنا الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويبارك لنا اننا غنتحولوا من هذا المركز لواحد المركز حدا في الحي الحسني، حدا مرجان. والحمد لله رب العالمين قدرنا اننا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دي اكس ان، ثم كنشكر حتى زوجي لانه تا هو ساعدني بزاف بزاف ياك، هو اننا غنتقلوا من محل الكرا ديال الكرا الى محل ديالنا. عقبالي كنت دابا الشركة حقيقية ولا لا؟ شركة حقيقية. تبارك الله عليكم. كنظن بينت انها حقيقية. يصير ترزاق سي ايوب بانت حقيقية. شكرا لكم. مرحبا. بالنسبة للوقت ديال الكورونا كاع الشركات وقفوا الاداءات ديال الناس ديالهم، العمولات الا شركات دي اكس ان ما توقفش. اللهم لك. وهذا تدل على حقيقيه دي اكس ان والمشروع ديالنا. اذا ما نطولش على اخواني واخواتي، وعقبالكم انتم ديروا محلاتكم وديروا مشاريعكم، فقط ركزوا ويكون عندكم دافع حقيقي. اما الشركه راه حقيقيه. دابا الدافع ديالكم نتوما اللي واش حقيقي، واش نتوما كاينين، الشركه كاينه، واش نتوما كاينين. تبارك الله عليك يا سمية، هنيئا لك. شوف مازال ما حققتي والو لا سمية، مازال بغينا نشوفو اكثر، اكثر والله حتى لا سمية تكبر وتكبر عليها. المهم قبل ما ندوزو للمتحدث الموالي، الا كنتو كتسمعوا مزيان، لا سمية كانت كتعاود واحد الكلمة بزاف. خاص يكون عندهم دافع، خاص يكون عندك دافع. النجاح الحقيقي يولد من رحم المعاناة. دافع ياك لا خديجة؟ كاين باقا واحد الكلمة
السلام عليكم. كلمة كان تسمعوا عن المسلمين في الأوائل ديالهم. هو الهدف هو اللي كيكون كيخلع. كاين ولا ما كاينش رسول؟ نعم. الهدف ديالك خاصو يخلعك. برافو برافو. بصح شوف هو في الحياة بصفة عامة كيقول لك كنعيشوا غير حياة واحدة، ما غنعيشوا جوج مرات. وتخيل معايا دوز في الحياة كأيها شخص وأيتها شخص، خاص كل واحد فينا يدوز في الحياة يحاول يخلي واحد اللمسة ويخلي شي حاجة، ماشي بالضرورة تكون شي حاجة واو، ولكن الخيبة هي أنك تدوز مرور الكرام غير تستي وصافي داز. مشروع ديال إكس الحمد لله. علاش مشروع خير ومشروع؟ لأنه كيساعد الناس بصفة عامة بدون استثناء أنهم تكون عندهم واحد اللمسة ويبقى الاسم ديالهم يتذكر، واختار إلا قدر الله الوفاة كيبقى الاسم ديالو يخلد. الشركة ما كتنساكش، الأعضاء ديالك ما غينساوكش. علاش؟ حيتاش انت هو اللي كنتي ربما ابلاين، انت اللي عرضت عليه ديك الفكره. دابا تخيل معايا واحد جعل منك مليونير، واش غتنساه؟ ما غتنساهش. وراه ما يمكنش انت باش غتكون كتهضر مع الناس ديالك ما غتهضرش عليه. واحد صيفطك العمره بدون ما نطولوا الكلام. صراحه كاين ما يتقال، كاين بزاف. ندوزو نيشان لواحد الموضوع زوين واللي هو المقاول الذاتي واللي هو الشركه. لاحظنا واحد الحاجه، هو انه ابتداء من شهر 3 بالضبط، يعني في رمضان شهر 3 2024 مني تحيدات ما يسمى بالوكاله، لاحظنا انه كاين واحد التراجع كبير. اولا على مستوى المبيعات، لاحظنا انه البيانات اللي كانت قبل، يعني مثلا كنا كنشيفريو مثلا واحد الرقم ولا الرقم طاح، ورقم اللي ملحوظ وكل شيء لاحظ هذه المساله. كذلك لاحظنا انه نسبه الاعضاء اللي كياخذوا الفلوس ديالهم كل شهر نقصات، وزيد. وحنا عارفين انه بما اننا في المغرب بلا ما نكذبوا على طبيعتنا نكونوا صريحين، هو انه فاش كنقولوا كلمه شركه ولا المقاول الذاتي، الناس كيف ما قالت لي سمية انه كيخافوا من الضرائب ولا ربما غير ما عندهمش المعلومات الشامله والكامله ولا الكافيه. حيتاش اسمحوا لي ولكن انا درتها. شنو هي؟ كيجي شي واحد كنجمع معاه كيقول لي الشركه كتخلع وكذا وكذا كذا، جبد لي كنقول له اسمح لي شنو هي الشركه؟ هاك دابا انا مثلا باش نكون في الفرع الرئيسي كيجي يهضر معايا شي واحد كيصبغ لي ديك ولا وهذوك هذيك، كنقول اسمح لي شنو هي الشركه؟ انت كدوي هكا شنو هي الشركه؟ اقسم لكم يمينا لم القى استثناء واحدا، ما لقيتش استثناء واحد ديال هذوك الناس اللي قالوا لي هادشي كيعرف شنو هي الشركه. يعني انه غير الفكره استنسخت بشكل خاطئ. فهنا فين كيجي الدور ديالنا حنا اننا نديروا الاستنساخ الصحيح. الناس راه غير سامعين بحال اللي قلت لا هذيك راك تهضر ما مزياناش وراه ما بحثش عليها ما عرفهاش اصلا. داكشي علاش؟ بما انه معايا ما شاء الله هنا الناس اللي جربوا والناس اللي خرجوا الفلوس ديالهم وناس اللي داروا مقاول ذاتي واللي داروا شركات، هما غيتحدثوا لنا بالضبط. وداكشي علاش هذه صراحه طلب من الناس والاعضاء اللي معنا اليوم انه هادشي اللي نسموه ما كرهناش انه يتشارك حتى مع الناس ديالكم مع الاعضاء ديالكم، حيت كل واحد فيكم انا متاكد انه في اللواء ديالو فريق اللي كبير والمعلومه غتوصل. داكشي علاش نحاولوا انه نصححوا المعلومات. داكشي علاش ما ديما نعطي الكلمه في هذا السوجي هذا لحليمه سي اس بي سي سعيد لسميه حشومي فيه. انا بالنسبه لي اخواني تبارك الله كلنا كنقدروا نخرجوا عمولاتنا، ولكن سي اس دين داير مقاول ذاتي. انت اللي حليمه دايره مقاول ذاتي اكيد دايره مقاول ذاتي، اكيد دايره مقاول ذاتي وكنخرج، لان ملي كيكونوا عمولات بسيطه كيقدر الانسان مثلا يقول ماشي مشكل نشري بهم منتجات بما ان عندي هذه الفرصه.
ولكن ملي شويه كيكبروا وكتولي في 10,000 درهم 20,000 درهم 30,000 درهم، ايوا هادشي ما يمكنلكش تاخذو كله دائما منتجات. اذا انت راك خدام باش تستافد منهم، اذا خاصك تخرجهم وتشوف ليساتك باش تعرف الحقيقه ديال الشركه واش بصح ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف قال الاستاذ عبد الرزاق، بالنسبه للمقاول الذاتي، الناس كيسمعوا المقاول الذاتي شي حاجه كتخلعهم، يعني تيخافوا منها. حتى حنا كنا هكا في الاول كنسمعوا المقاول الذاتي كيجينا واحد الخوف، زعما خاصنا غنديروا المقاول الذاتي، غنخلصوا ضرائب، غنخلصوا هذه غنخلصوا هذه. ولكن مع المده الحمد لله انا ملي كيطلع ليا بونيس كنتقدم منه. ملي كان كيطلع ليا قليل ديك 1000 2000 3000 بحال هكا كنت كنتقدم منها. ملي الحمد لله زدت يعني ولا عندي واحد البونيس الحمد لله كان نفعني، كنت كنتقدم منه، كنتقدم البونيس وكنخلص النص الاخر. يعني هذا ما نفعنيش يعني بطبيعه الحال نفعني وفرحت فيه بزاف. ولكن الحمد لله ملي وليت كنشوف ان الحمد لله عمولات قويه درت المقابل الذاتي بلا ما نفكر، توكلت على الله ودرت المقابل الذاتي. انا دابا المقابل الذاتي الحمد لله كتجيني شي حاجه اللي عسليه، ماشي زعما كاينه شي حاجه صعيبه او لا. يعني كيقول لك واعره غير البديه، واعره غير البديه. يعني كندير المقابل الذاتي، يعني انا على 3 شهور كنخلص داك لاسينيساج ديالي، كتخلص ديك 320 درهم حيت كنخلصها في السيدان 3 شهور. كل 3 شهور كتخلص ديك 320 درهم في السيدان، يعني ماشي شي حاجه. وكتخلص الضريبه ديالك بطبيعه الحال، العموله ديالك ملي كتخرجها كتخلص عليها واحد النسبه قد ما خرجتي في العموله ديالك، قد ما كتخلص واحد لاصوم اللي قليله 1%. ماشي شي حاجه صعيبه، هذا واجب. هذه زكاه، هذه راه زكاه راه كتزكي، يعني هذه راه زكاه كتزكي، كتزكي على داك النصيب اللي كتخرج، داك المقدار اللي كتخرج، هذه ضروري. يعني ماشي شي حاجه اللي كتخلع. دابا الناس اللي ملي كيتسجلوا معانا الحمد لله تنقول لهم ان راه كاين عمولات، الحمد لله بغيتوا الاستثمار كتكون عمولات هذه كيبغيو يعرفوا تيقول لك كيفاش غنخرجوا هاد العمولات. ملي كتقول لهم زعما ملي غتبدا ان شاء الله طلع العمولات قويه غتبدا تخرج ديك الساعه تخرج هذه المقاول الذاتي باش تخرجها، الناس كيخافوا تيتراجعوا اللور. لا بالعكس، علاش نخاف انا ونتراجع اللور؟ نزيد قدام بالعكس. وان شاء الله ملي غتولي عمولات قويه ما غيبقاش يبان لك المقابل الذاتي، ما غتولي تبان لك لا الشركه. انا كنشجع يعني الناس يتوكلوا على الله، واللي عندهم عمولات قويه يديروا المقابل الذاتي. لان الناس كانوا كيتوكلوا على القاده ديالهم، كيديروا ديك الوكاله باش يخرجوا ليهم. ملي مابقاتش ديك الوكاله تراجعوا اللور، تراجعوا. يعني الناس دابا اكثريه تتوكل على البونصات قويه وحابسينها محبوسه. علاش؟ لان ما باغيش يدير ديك المقابل الذاتي. انت كتسمي شي حاجه المقابل الذاتي راه ماشي شي حاجه كتخلع، ماشي شي حاجه كتخلع. نعم كيفاش كتسجلي؟ كتسجلي تمشي غير للبنكه ولا البريد. بغيتي ديرها في البنكه كتمشي للبنكه كيعطوك المعلومات، بغيتي تمشي للبريد انا دايرها في البريد، انا دايرها في البريد. يعني ماشي شي حاجه صعيبه. انا كنشجع الناس واللي عنده عموله، يعني ماشي شي عموله باقي يلاه بادي يلاه قال بسم الله، فكنشجع الناس اللي يلاه عندهم مثلا 1000 ولا 2000 ولا 3000 خليوها يسمن، خليو داك الغويس يسمن. تقدر ان شاء الله ندير مقابل ذاتي ونتقدم منه. راه غينفعني في البونيس، غينفعني في الاستهلاك ديالي، غينفعني في الاستهلاك. انا اللي غنخلص واحد النص والنص الاخر غيدوز ديال البونيس. يعني نافعنا يعني كتولي كنقول ناخذ المنتج ديالي بنص الثمن. المهم انا كنشجع الناس يديروا المقابل الذاتي، ومعنا تبارك الله عدد انا في طريقي الناس تبارك الله ما شاء الله. يعني كاين عندي قاده اللي دايرين المقابل الذاتي وما لقيتش مشكل الحمد لله. إلا سمحتوا لي واحد الإضافة. واحد اضافه بسيطه هي لاله حليمه قالت زكيو ياك، هي زوينه فكر الزكاه، ولكن قبل ما نزكيو هذيك الزكاه بينك وبين راسك وبينك وبين مولاك وهذيك بوحدها. ولكن حنا كنهضروا على شركه حقيقيه، راه من الحقيق من ان الدليل على انها حقيقيه طريقه باش كنخرجوا فلوسنا طريقه قانونيه. الا ما كانتش قانونيه راه خاصك تبقى دائما تحط واحد علامه استفهام ديال امتى غتنزل عليا الدقه، امتى ديال امتى غتنزل عليا الدقه من الدوله، لان راه ما كايناش شي طريقه من غير مقاول ذاتي او شركه باش تخرج فلوس، لان حنا ماشي بنكه او الشركه ماشي بنكه باي حق هي غادي تعطيك هذوك الفلوس. راه خاصها تضمن
الدولة حقها اللي هي ديك النسبة ديال واحد في مقاول ذاتي، اولا في الشركه راه حسب سميتو عندك النسبه ديالك اللي كتخلص ديال الطبيعيه ديال الامور ديالك. باش نمشيو قانونيين راه والد بداك من المقاول الذاتي باش تخرج فليساتك ما عندكش علاش تخلع. واش انت بغيتي فليساتك وما بغيتيش تعطي حق الدوله، وحق الدوله غير 1%، انت ما كنتكبر على كرشك، ما نكبروش كروشنا على حويجات اللي غادي يخليونا ما نخدموش وكيحميونا. راه بهذه الطريقه ما غتبقاش باغي ما غتخدمش. الطريق قداشنا هي معبده ليك باش تخدم وباش تدخل ارباح، وانت فاش كتخمم في المشكل اللي اصلا ما كاينش. عندي واحد الاضافه على بالنسبه للمقاول الذاتي. خصني نوقف. شوفوا خدموا واش عباد الله حنا في مشروع ديال الملايين وتنخمم في 300 درهم في 3 شهور. راه الملايين عباد الله هذه راه والمقاول الذاتي راه شي حاجه اللي في صالحنا حنا. انا ما كانش عندي تغطيه صحيه، وملي فرضوا داروا التغطيه الصحيه الاجباريه شحال خرجوا لي اكثر من 250 درهم في الشهر. مشيت درت المقاول الذاتي 300 درهم في 3 شهور، وباقي تنخمم لا راه شي حاجه صعيبه. وهاد 1% اللي تنخلص مليون، الا خرجت مليون نخلص عليه 100 درهم، 100 درهم في المليون. مشروع اللي الناس كنسمعوا على لا سميه بنات منه القصوره، وانا باقي كنخمم 300 درهم في 3 شهور صعيبه ما نديرش المقاول الذاتي. هاد الناس ما فاهمينش. انا واحد من الناس اللي كانوا ما فاهمينش، وكنت انا متردد وخايف. فاش مشيت نشوف المقاول الذاتي لقيته ابسط ما يكون. سير للمكتبه ولا من تليفونك، من التليفون عمر الدوسي ديالك دفعو، سير للبريد دفعو. شهر ما كاينش تخرج لك البطاقه هي هذه. باش تعرفوا انا داير ديالي بوحدي، والمدام دايره ديالها بوحدها. ماشي ما نقولها خرجيه ولا تخرجيه. مشروع كبير ما يبقاش الانسان يشوف حدا رجليه، شوف بعيد. شوف ملي شوفوا ملي تولي تجيك اكثر من هذا الشيء اللي تدخل في مقاول الذاتي راه دير الشركه ديالك، واكثر من هذا ديك الضريبه اللي تتخلص وانت عندك شركه تتخلص الضريبه على الدخل. دي اكس اي مكلفه لك بهذيك الضريبه. هي لاله سميه تقول لنا تجينا العموله ديالنا وتتعطيك الشركه ها باش تخلص الضريبه، ما تخسر والو انت من جيبك. راه حنا كنبقاو ديما تنشوفوا بحال لاله سميه. هاد النقطه ما عرفتهاش. هاد النقطه ديال مازال فاش كتكون مقاول ذاتي كتقطع عليك 1%. كيف ما قال لك راه عندك كل 10,000 درهم يلا كتخلص 100 درهم. وفاش وفي 3 شهور واش عرفتوا شنو هي؟ والو اين ما باغينش نخدموا. اذا ما نديروش ديك الحجره العصافر الرويضه ولا الحجره بالبلغاء ولا كيقولوا لها ياك. يعني الا باغي تخدم تخدم والدوله عطيها حقها وباش تقدر تستمر ياك. وحاجه اخرى اللي زوينه هي هذه ديال الشركه. انا كنخرج بالشركه كتقطع عليك هذا الطبيعه ديالك، وما كتعطي لك الشركه دي اكس ان كتصيفط لك العمولات زائد الطبيعه ديالك. زوينه ولا لا؟ واش فهمتوها؟ العمولات ديالي مثلا 10,000 درهم كتصيفط لي انا خدمت وجاتني في البونيس اخر الشهر مثلا 10,000 درهم مثلا، بغيت نخرجها. اش كدير؟ كنعمر الورقه ديالي، كنكاشيها بالكاشي ديال الشركه، كنسني كنصيفطها، كيصيفطوا لي الفلوس. ولكن انا فاش كنعمر 10,000 درهم ديالي زائد 20% ديال الطبيعه اللي هي شحال كتجيني 1,000 درهم زائد 1,000 درهم. الشركه دي اكس ان كتصيفط لي 10,000 زائد 1,000 درهم اللي هي 11,000 درهم، وكنقدر نخرج فليساتي مثلا 12 مثلا 10. هاد داكشي اللي جاك ديال الطبيعه 2000 درهم جات في 10,000. 2000 درهم كتصيفط لك 10,000 زائد 2000 درهم، يعني كتصيفط لك التوتال ديال 12,000 درهم. هزي فليساتك وخلي في الشركه فليسات
التيفيا حتى دوزيهم لسميتو. واش زوينه ولا لا؟ راه الشركه اللي مخلصه عليك التيفيا راه انت ما مخلصاهاش، تي عمولاتك دايزه لك كلها. هذه راه اكثر كاع من المقاول الذاتي، تا ديك 1% ما كايناش، عاطيه كلشي. عايله ما بغيتيش تخدم. سمحوا لي. الاضافه اللي بغيت نقول لكم هو بالنسبه لهذا المقاول الذاتي، قبل ما نعرفوه حنا كنا كنعرفوا نيت الشركه جديره بالثقه. اول مره ملي عرفنا الشركه جديره بالثقه ما كناش كنخرجوا فلوسنا، لان كتجينا التساؤلات كثيره كتقول لك شي وحده وامتى غنخرج الفلوس ولا شحال غادي نخرج وكيفاش غندير. فاحنا ملي عرفناها جديره بالثقه صبرنا وخليناهم كتجمعوا. عرفتي كنحس براسي بحال حاطاها في شي بنكه مخبيه ليا. هادشي اللي كانت في البدايات ديالي. من بعد ملي قالوا لي مقاول ذاتي، وانا بغيت نعاود لكم هذه طرات لي قصه، بقيت نقول صافي غادي نقلب على المقاول الذاتي. مشيت كنقلب لقيت واحد غومض، واحد البلوكاج كان فيه، لانه كان ديجا دخلوني في واحد الشركه قديمه وما درتش عليه، يعني ما خديتوش بعين الاعتبار وما انتبهتش ليه. فكان وقعت لي واحد العرقله. عرفتي الناس اللي كانوا طاحوا في هذه المشاكل ديال المقاول الذاتي كيكون الغلط ديالهم وما واضحش ليهم هما، وكيعتبروا بان المشاكل في المقاول الذاتي راه منهم، من ماشي يعني منك انت الشخص، حيت نتايا ما كتكونش ديك المراقبه ديال انك كتتعلم على داك واش عندك شي حاجه ولا ما عندكش. والناس غادي مدفقين ما كيبقاوش ما عارفينش هاد الامور. هنا فين طاحوا بانهم كيخلصوا واحد المبالغ. انا ملي بقيت وقعت لي هاد العقاره ديال المقاول الذاتي وليت كنقول لهم وعا خليو لي الفلوس تجمع عليا، انا بغيت نعطي المقاول الذاتي لانه ما بغاش يتحل لي المشكل. والله يجازيه بخير واحد الاخ في اكادير يعني متواصل معنا توا ديك السيني وحل لي المشكل ودابا من بعد استعملته. ملي استعملته صافي لقيت الحمد لله. ملي كانت ديك الوكاله في الاول كيف ما قالت لنا حلمه العلامي راه كناخذوا ديك الامور ديك البركه ديالنا كناخذوها وكتحط داك النصيب، لانها حتى هي السيده غتخرج لك ولا داك الاخ اللي كيخرج لك راه كيخلص ضريبه. ومن بعد صافي ملي تحيد هذيك الوكاله وجات المقاول الذاتي فمشينا بها بالقانونيه طبيعي. يعني الانسان يمشي بشي حاجه قانونيه عاديه راه غتبان لك عاديه، وكيف ما وضحوا الاخوه 100 درهم في الشهر 100 شي حاجه ديال بالنسبه باش تخرج فلوس بطريقه قانونيه. واحد النهار جمعت عندك فلوس، منين جبت هاد الفلوس؟ ها فاش خدام هذا كل شيء عندي. اما الناس البلايص اخرين اللي تيخرجوا فلوسهم غير هكا تجيو عندنا راه حنا تنعطيو الفلوس، بلا هذيك ماشي خدمه، وهذاك تيتسمى نوار. شركه دي اكس ان الوضوح اي حاجه ماشي هي هذيك ما تمشيش بها، تمشي بطريقه واضحه باش واحد النهار ما تلقاش مشكل. المقاول الذاتي في صالحنا حنا. قبيله تيتكلموا الاساتذه على حقيقه الشركه. انا نقول لكم قبل دي اكس ان كنت الى سافرت اسبوع في العام، تنقول هذا العام رانا خرجت رانا سافرت. في 2025 طلعت رتبه نجم ماسي، سافرت 3 المدن في الشمال، 3 في داخل المغرب، وتختمات بالمخيم التدريبي الرائع بالويدان. اشياء اخرى اللي كنت تكون عندك مناسبه تطلب هذوك الناس عافاك راه عندي واحد المناسبه، تيقول لك سير نهار انا هنا والمناسبه عندي في مراكش العائله والوالدين كلشي تماك، تيقول لك سير نهار وسير انت في هذاك النهار دوزو في الطريق وفي المشيان والمجيان ولا تحضر ديك المناسبه. يعني شادينك من هنا عطيناك نهار وصافي. الان الحريه التامه نجلس فين ما بغيت. دي اكسين خدموا على راسكم، ما تبقاوش ترددوا، ما تبقاوش تقول راه ما بغاوش. بغاو الا ما بغاوش راه انا اللي ما بغيتش. الشركه موفره كل شيء، وهذه دائما تنقولها للفريق ديالي، حاطه لينا كل شيء. اذا الى هاد الناس اللي كنقولوا حنا ما بغاوش وما بقاش الشركه تجيبهم لينا وتسجلهم لينا وتكونهم وتقول لنا هاكل الفلوس. الى الشركه حاطه هذا الشيء كامل، وشنو الدور ديالي انا؟ الا ما جبتش ناس وقلبت على فريق وكونته، شنو هو الدور ديالي؟ علاش غنتخلص؟ علاش غناخذ هاد الفلوس؟ الدور ديالي هو انني نقلب على اعضاء اللي يهزوا هاد الرساله معايا. وهذا هو وهاد الناس راه ماشي غنخرج حدا الباب وغنلقاهم يقولوا لي جات نقلبوا عليك. ما هادو ناس اللي قلال بزاف
وهذا الدور ديالنا حنا اننا نقلبوا عليهم وينضموا لينا. تحياتي لكم، وقيلا خديت وقت كثير. فإذا كنا كنتكلموا بهذه الطريقه فحنا تنتكلموا بصدق، تنتكلموا عن تجاربنا الخاصه. ما عمر الشركه تقول لك اجي نقول لكم اش تقولوا، قولوا هذه ما تقولوش هذه، خذوا انتم جربوا انطلق، واش هذه صعيبه. تحياتي، شكرا سي عبد الرزاق على الوقت اللي شديتي. واحد الاضافه، انا استعملت هاد لاكارت ديال المقاول الذاتي لمده 3 سنين، ماشي في دي اكس ان. بون اول ما بغيت نستعملها شفت ان فيدوسيير باسكو جو سوي اكسبير كونطابل، شفت ان فيدوسيير باش يكونوا كل شيء مقاد مع الدوله. كنت تنديكلاري كل 3 موا، كل 3 موا تنديكلاري، تجيني داك الشيء بسيط. الوغ في العام صحاباتي اللي حتى هما دي زيكسبير جاتهم 8000 درهم، كانوا ما تيخلصوش تيديكلاريو وما تيخلصوش، تجيهم شي حاجه ما تيخلصوش. الوغ جاو عيطوا لي قالوا لي علاش حنا جاتنا وانت ما جاك والو؟ قلت لهم انا تنخلص اللي جاتني صافي، داير له زويل، ما تندي الدوله، ما تناخذ من الدوله. نهار جيت لدي اكس ان قالوا لي راه كاين المقاول الذاتي عندك، خاصك ديري لاكارت. قلت لهم بسم الله نديرها، غنعطي حق الدوله وحق الشركه وناخذ حقي. درت هذيك المقاول الذاتي، الفريق ديالي كله قلت ليه ديرها، وانا اصلا ما تنتيريش فلوس ديالي، واخا عندي المقاول الذاتي خليهم، عطاهم الله خليهم تما حتى الوقت، لان الشركه حقيقيه فاش انا ثقه جديره بثقه ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، شي زوين اللي كنسمعوا. انا غادي نزيد فقط اضافه في نفس النهر اللي كتصب فيه هذه المعلومات هذه، وهو الا شفنا انه التوجهات اللي غادي فيها الان المغرب، فراه الصالح ديالك انت اولا، باش ما تسالش غدا من اين لك او من اين لك هذا، حيتاش الى راقبته وشفتو مزيان فين غادي المغرب، شنو التوجهات فين غادي. اين لك هذا؟ اي حاجه كتدخل شنو المصدر ديالها؟ دابا انت دابا علاش؟ دابا حيتاش دابا ولا ما يسمى التعويم الدرهم، يعني غنولي هادشي ديال الكاش غينقص، المهم هادشي بشويه بشويه هما غادي خدامين فيه، علاش؟ حيتاش كتكون ديك لا موني اون سيركيلاسيون ما مكونطروليهاش، دابا بشويه بشويه غادي وكتكونطرول هذيك. دابا الفلوس اللي عند الناس قبل كانت بحال قلتي ما كاينش واحد لو بون كونطرول. هادشي اللي كاين هو انه ديك الفلوس اللي كتدور كنكونوا حنا عارفينها شحال الى اخره من الامور. المهم هذا السيجي اخر عنده علاقه بالاقتصاد، غير هو بخلاصه توجه فين غادي المغرب، راه لمصلحتك انت، ماشي تقول لا ولا. شوف وزائد ما تعقدش الامور، واش انت اول واحد غيدير مقاول ذاتي؟ واش انت اول واحد غطير؟ لا، ناس سابقينك. سؤال تسول راسك، واش دوك الناس حمقين يديروا مقاول ذاتي؟ انت هو زعما الفاهم العالم اللي لا شوف انا نقول لكم هذه غير يكونوا ناس كيبانوا لك معقولين، ناس اهل الثقه سابقين لك ديك الحاجه، بلا ما تبقى تخاف بزاف، توكل على الله وقضي غرض. علاش؟ حيتاش الفرق ما بين ناجح وفاشل، ناجح هنا وفاشل هنا، بجوج هذا بنفس الكم المعلومات، بجوج هذا بنفس الكم المعلومات، بجوج عندهم كل شيء، عندهم عقل يحترم، بجوج يجمع معك هذا اللي ربما ما عطاتوش الحياه يصدمك. هذه شنو الفرق بيناتهم؟ والله العظيم الى بوابه واحده، وهي بوابه تسمى التطبيق، ابليكي. هذا طبق، هذا ما طبقش، هذا عنده معلومات يجمع معك يصدمك، الاخر يجمع معك يصدمك. واحد ناجح وواحد لا، غير واحد ما كيعقدش الامور، كتقول ليه نبنيو الاهرامات نديرو نمشيو كيشوفها، ولكن هو كيدرسها كتبان لي شوف منطقيه، هذه فيها واحد المعايير خاصها تحترمهم، يعني جانب ديني، جانب هذا الشيء حلالا طيبه، هذا الشيء ما فيش امور يعني غادي تدخلني الحبس غدا، كيبان لي داك الشيء في واحد الاطار ما غيعذبش راسو، نجربوا شنو خاسرين، تقدر تندم. داك الشيء علاش؟ غير نحاول نبسطوا الامور، راه هي غير عقليه فقط، حاولوا داك الفاكسان اللي مدقوق الناس نشونجيو. خايفين علاش؟ ما يخسر
وعلاش مناش خايف مناش خايف النهار ما نفتحوا وقول لنا مناش خايف مناش خايف مناش خايف ما خايف يخلص هذاك الزياده ما يخلصش النهار ما تعرف وقول لنا مناش خايف خايفين من واحد السيده تبان لي شاده البطاقه ديال المقاول الذاتي حتى هي بغات توريها لينا. فين هي؟ ولات البطاقه هاي ها البطاقه ديالي. اشوف هو في الحياه درتها ما كاينش. ياك قالت لي لاله حليمه يلا مشيت معاها صايبت العضبيه يلا قالوا لي المقاول الذاتي درتو علاش ماشي يوقع بالعكس وحنا الحمد لله وراجلي جالس معاك نعمه اللي وصلت كوني زعيمه. شوف كاين بزاف د الحوايج في الدنيا الا بقيتي تفكر فيهم بزاف ما غدير والو. بزاف الاشياء واحد ما يعقدش امور ويقضي راه. بغي نقول لكم انه اللقاء صافي راه 7 قال تولوت هذه ما بقى والو. شوف غير باش نختموا اللقاء بما انه معايا ما شاء الله ناس اللي عندهم في الجعبه ديالهم ما يقولوا كل واحد عنده واحد المجال كيفهم فيه مزيان. سي ايوب راه ديزاينر، سي ايوب راه كيفهم في داكشي ديال التواصل الاجتماعي الناس اللي بغاو يبوستيو لي باج ديالهم الى اخره من الامور. عندنا لا سميه راكم عارفين لا حليمه كل واحد هنا عنده واحد المجال. حنا غير باش نختموا هذا اللقاء ديالنا اليوم غنبغيو حنا هضرنا على دي اكس ان وهضرنا الناس الماثلين اللي حدانا دابا كل واحد في الدومين ديالو يشارك معنا شي معلومه اللي نبقاو نذكروها به. صافي انا سمحوا لي كنفاجئكم خليكم تما الاخرين. سي سعيد حنا الاداره ها اليمين بدينا به من صباح اليمين ديالنا فين هو اليمين ديالكم؟ وسي سعيد سي ايوب اللي بغيتو صافي باش نختموا اللقاء ديالنا اليوم ها نعطيو سي سعيد. كلمتي الختاميه والتحفيزيه لكم كاملين هي عباره عن قوانين اللي غتفيدكم في ديكسين وغتفيدكم في حياتكم. القانون الاول راه قالوا بوغوز ديالنا سي عبد الرزاق قانون السقف. كونوا مؤثرين بانوا عليكم الامان بانوا كونوا مؤثرين كونوا بحال مسيو جان ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. خليو اثر خليو بصمه. القانون الثاني قانون النمو. لا بورك لي في مطلع شمس يوم لم أزدد به حبا أو علما يقربني إلى الله. ما تبقاوش ديك البذرة اللي تزرعت في ديك التربة في الظلمة. خرجوا وليو شجرة. قانون الملاحة. لا بد لك من خريطة توريك الطريق وتبع الناس اللي سبقوك في هذا الطريق. قانون الإضافة. نحن نعمر ونبني البنيان والإنسان. قانون الاحترام. نحترم القوي صاحب الخبرة والمهارة ونتبعه ونحترم الضعيف ونعينه. قانون النصر. رابحين ناجحين طالعين. لا خطط بديلة ما كيناش. طارق بن زياد من يبغى يربح حرق الباطوات وقال لهم شفتوا اللور الباطوات راه حرقناهم كاين على البحر قدامكم كاين العدو. وحده من الجوج هي النصر يا الشهادة. وعندما يخبرونك بأنك لن ولا تستطيع فإنهم يظهرون فقط حدود إمكانياتهم وليس حدود إمكانياتك أنت. تذكر ذلك. تحياتي لكم. واو
ما شاء الله ختامه مسك. الله تحية كبيرة كبيرة لك سي سعيد صراحة. هنا سوف أقف قليلا. والله تبارك الله ما شاء الله عليك سي سعيد. شكون التالي؟ المهم انا ما غاديش نكثر عليكم بزاف. الخلاصه اللي بغينا نحاولوا نخرجوا منها كما قلنا كيكون عندنا هدف وما كاينش تراجع، لا تراجع ولا استسلام. قبيله كانوا حاضرين على القضيه ديال الحشمه واش كيقول لكم خرجوا. عندي جوج تجارب مع جوج ديال الناس كاينين معنا هنا اللي هو سي استين وسي سعيد. سي سعيد راه ما عاقدش عليا اصلا فاش هو عاقد عليا شافني، ولكن ما عاقدش عليا انني كنت كنشوف فيه وكنت كنشوف ديك الساعات لي كوريس اللي هو في الحفل ديال الذكرى السادس ديال الرباط. كنت كنشوف فيه كيفاش كان ستريسي ورا لي كوريس، كيفاش هذاك ستريس اللي كان فيه اللي كما قال لكم الاستاذ عبد الرزاق انه عنده كيتحمل المسؤوليه، عارف المسؤوليه ديال هذاك الشيء اللي كيدير فيه. داك الشيء علاش حتى كيخرج عندنا لي كوريس اللي كيبان فيه هذاك الضغط وكيبان، ولكن تبارك الله عليه مادام انه خرج وما بان والو من هذاك الشيء، يعني كان عنده واحد ساحه ديال المعركه ديالو مع راسو كيبني فيها راسو باش كيخرج عند البوبليك. اما بالنسبه لسي عزدين كنت فاش كنت نازل الوير هاوس اللي هو ديبو كيجي عندنا كل نهار، وبالنسبه لينا حنا مع ديك الساعه الشباب غير بيناتنا وسميتو كنكونوا مرخيين كنجمعوا. كنت كنشوف فيه راه حشومي ديال بصح. انا حشومي كنعترف بها حتى انا، ولكن كنت كنشوف فيه انه راه الهضره ديالو مسكين قليله وحشومي ما كيكثرش معنا الهضره. ودابا ملي شفتو تبارك الله كيهضر قدامكم راه دار خطوات وتبارك الله عليه. راه غادي في طريق الصواب، راه انا مغمضه. لحقاش انا علاش قلت لكم حنا الشباب بيناتنا هي ملي كنكونوا بيناتنا راه بيان سور كنجمعوا بواحد وكيجي عندنا مرارا وتكرارا وكنشوف فيه انه راه الخدمه ما نقدرش نصاري. لا ويلي طيب جاوب سي ايوب نقدر نجاوب. اييه على السيد كنت غير اييه خدم على راسو. خدم على راسو. السيد خدم على راسو بمعنى كلمه ديال الماء خدم على راسو. هذاك الشيء اللي قلت لك انا دابا في بالي كاين كلمه على راسكم. وكلمه شكر كبيره لاله سميه بوبيا الزوجه ديال سي الدين، لاننا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى على سي الدين ويعترف بالامر، لان بها هي اول وحده كانت هي اللي كانت معنا بدي اكس ان، وكانت كدي مورينزي والمنتجات بالتخبيه وكتطلعهم بالتخبيه بحال السرقه. راه كان سيسي من ديك عقلت على سيسي كان كانت سمية ملي كنمشيو لعين الشق عين الشق كتمشي معايا عرفتي كتراعد كتبقى النحله الجميله. ويطلعوا الدعاء ويعطوا الدعاء. وكلنا كنبقاو نقولوا واش عندنا من بين ايديهم. تحية كبيرة لسمية. ذكية، شفتي سمية ذكية وعرفات كيفاش تتعامل معاك، وكان شي وحدة تقول لي لا أنا باغية ندي إكس إي، هي قالت لي ما بغيتيهاش، قلت لها لا، قالت لي لا، وهي راه تعرف دي غلط
ومن عندها غادي نستنتجوا انها كان عندها الاصرار وعرفت الهدف ديالها فين كاين. داكشي علاش كنقول داكشي علاش كنقول لكم خاص الهدف ديالكم يكون باين قدامكم ويكون عندكم الاصرار. الا ما صدقاتش راه ماشي هي نهايه العالم، وكاين المحاوله الاولى والثانيه والثالثه، وكما قلتها ديجا ماشي مره ماشي جوج. كنت كنقول لهم، كان كيقول لي الديريكتور ديالنا السي عز الدين المعيزي، كان كيقول لي واحد سميتو ديما كان كيعاودها لي لحقاش كانت فيا انا. كيقول لي جرب، اش فيها الا جربتي اش غادي تخسر؟ كيقول لي بالعكس، غادي تجرب، غادي دي معاك المعلومه، حتى الا ما صدقاتش لك ديك الحاجه راه ديتي معاك درس اللي في المحاوله الثانيه غادي تجنب واحد الحوايج اللي بالعكس انه الا ما جربتيش ما يكونش عندك اصلا معلومه. غادي نشك في الحال. تبقى في الهدف. فوالا. داكشي علاش كنتمنى منكم ان شاء الله نشوفوكم في مراتب ان شاء الله، وراه كاين كيبان ليا كاين هدف القريب. سي عثمان، والهدف البعيد. حطوا اهداف، ديما الهدف الاسمى. واحد الحاجه اللي واخا يقولوا عليها حمقى، المهم نحلم بغيت نكون. الحلم ماشي حرام ماشي عيب، ما تخلصش عليه ضريبه، ما عليه لا ضرائب لا والو. نحلم بغيت نزيد لقدام، وفي نفس الوقت يقدر يكون هذاك الحلم شبه تعجيزي، ونحط قبل منه احلام صغيره، اهداف، درجات. كما نقدروا نقولوا راه من هنا نحلم حتى انا كما قالت الاستاذه على السيده اللي في سميتو اللي شرات قصر. كاين اللي غادي نقول لها دابا، نقول لها شري قصر، تقول لي علاش غنستخسرها في راسي. كنا كنقولوها واحد الحاجه الله سبحانه وتعالى كيقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى ما يمكنش ما يعطيش شي واحد شي حاجه هو مؤمن. وكما قلت لكم ما نستخسرش في راسي واحد الحلمه ونخدم عليها. دابا تكون عندي الحلمه، الاحلام والاهداف ديالي، ولكن راه ما يجيوش بانني ما غادي ندير والو. خاصني ندير، خاصني ندير ابسط حاجه هي ملي كنجيو نشوفوا في المشاريع الكبار. واحد نقولوا كاع عنده الفلوس ولكن ما عنده لا افكار لا والو، ولكن بغى يدير. اش كيدير؟ كيانفيستي فلوس، كيشري بها الافكار باش يبدا. يعني خصني ندير، ضروري خصني ندير مشروع متكامل فيه بقالة، فيه النمط ديال الحياة، وفيه المشروع الأساسي اللي غادي يقدر يسير ليا حياتي، اللي غادي تولي هي النمط ديال الحياة. راه الأستاذة سمية راه كنظن أدابتيها مزيان مع سميتو الرحلات. علاش لا ما نشوفوكمش ان شاء الله تنتوما ان شاء الله في القريب الهاجي سفارة. دابا هاد الحماس اللي عندكم انه باش تزيدوا به لقدام، خصكم تخدموا به مع الفرق ديالكم، واللي ما عندوش فريق خصو يخدم على فريق، غير باش يكون عندكم في العلم ديالكم انه اي واحد دخل دي اكس ال ما عمرك ما تبقى تعتبر انه راه هذاك اللي دخلت عنده راه هو اللي يمون. لا، انت اللي غادي تبدا تبني في الفريق ديالك، راه بديتي في مشروعك الخاص، بديتي في مشروعك ديالك بوحدك، وهادو كيتعتبروا معاك في الفريق، يعني خدامين معاك. وان شاء الله يكون عندكم تألق، ونحضروا لكم بغينا نحضروا لكم ان شاء الله. ان شاء الله. شفتوا الناس اللي ساكتين؟ هذا بعد سكوت
اختي ما شاء الله عنده ما يقول كاين بزاف الاشياء اللي عنده. انا ما بغاش يبين لكم دابا. هو عنده واحد الحاجه دابا الدماغ ديالو كيفاش خدام. تعرفوا ما يسمى باجوندا كيخدم بحال قلتي انا اليوم غنشارك معكم مثلا الدار، غدا غنقول لكم على البصله. هو هكا اليوم غيعطيكم غيعرفكم على واحد الجانب منه، غدا غيعطيكم واحد الجانب منه، غدا غنجمعوا على النجاح، غدا غنجمعوا على العالم، غدا غنجمعوا على العمولات، غدا. هذا هو اخ ايوب. وماشي حيتاش مثلا معايا في الاداره غنجي عليه، لا اللي كاينه نتوما غادي تشوفوا هذا الشيء ان شاء الله. هو عنده ما يقول وغيفيدكم في بزاف الاشياء ان شاء الله. وغادي تلمسوا هذا الشيء في لي بودكاست اللي راه ديجا تسجلوا حلقات، ماشي يلاه غيتسجلوا، ديجا تسجلوا وغيتبارطاجيو هاد البودكاست بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يتفرجوا. غيبان لك راه حوار زوين، الناس مجمعين كذا وهذه، وداك الشيء كيصب في واحد النهر اللي هو دي اكس ام. انت غير كتفرج ولكن في نفس الوقت كتاخذ وكتانسبيرا من الناس اللي ديجا حققوا نجاحات. انت غتسمع هذه مجمعين الى اخر الامور. الان لمن سوف نمرر الكلمه؟ اللي بغيتو. مادام ان الاستاذ عبد الرزاق قال لنا كل واحد يتكلم على الدومين ديالو. كتعرفوا ان انا خدمت بزاف ديال الخدام، راه ماشي باقي صغير، فايت 50 سنه. خدمت في الشركات، خدمت راسي، طاحت اخر ما خدمت هو النقل ترونسبور. وواقف بحال هاد الجلسه ما تجلسهاش على خاطرك ديما. لا انت جالس دابا يصوني شي واحد على الكليان غادي يصوني، خصك تنوض مع دي اكس ان يصوني داك التليفون دابا ولا ما يصونيش، خليه يتم. الحمد لله مشروع غنانا على بزاف ديال الامور، حققنا فيه بزاف ديال الامور. ومن احسن ما حققنا هو الجلسه وهاد اللمه مع الحباب ومع خوتنا اللي كنا في واحد الوقت ما تنعرفوش حتى واحد في هاد الناس هادو، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل هذا المشروع احنا ولينا تنعرفوا الالاف ديال الناس لا من المغرب وحتى من خارج المغرب. فنصيحتي هي انا اولا والاخواني واخواتي هو ان هذا المشروع نشدوا فيه ونجتهدوا، لان مشروع ماشي اليوم عاد بدا. باش تسمع شركه في العالم كامل 33 سنه فاعلم ان شركه خرافيه، شركه استثنائيه. اللي خاص هو انني انا تكون عندي البصمه ديالي. راه فاش نخدم في دي اكسين ما تنخدمش على دي اكسين، تنخدم على مشروع ديالي، تنخدم على راسي، تنبراندي راسي. دي اكسين راه اكتسحت العالم باداراتها بعمولاتها بمنتوجاتها، خاصني انا كذلك نكتسح العالم في هذا العالم الجميل ديال دي اكسين. تحياتي اليكم وقبلوا علينا وشكرا الاداره. ما شاء الله عليك سي عزين، شكرا لك سي عزين. والان بقات لنا لا حليمه ولا سميه. لمن؟ لا حليمه. هاك لا حليمه غمرتي بقينا سمعنا صوتك. انا الصراحه اللي